بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معادنا مع المحاضرة ال11 من محاضرات كورس السي شارب بالمستوى الثاني، وهنتكلم نكمل التريجر ونتكلم عن البروسيجر بإذن الله. ربنا يدينا الصحة والوقت نقدر نكمل إن شاء الله مع بعض. تعالوا نبدأ بالتريجر. احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت سريعا كده؟ احنا قلنا يا شباب ان التريجر ده ما هو إلا عملية أنا بعملها علشان خاطر أنفذ أكتر من جدول. بمجرد ما أعمل انسيرت في الجدول السيل باي ده بيعمل لي هو أوتوماتيك بعض العمليات. طيب، هل هو ده هنستخدمه في البروجكت بتاعنا؟ عشان ده سؤال جالي. هل هنستخدم التريجر في البروجكت بتاعنا؟ أنا المرحلة الأولانية بعرفك بس يعني إيه تريجر، واحنا بنشتغل بقى هقول لك هنستخدم ايه ومش هنستخدم ايه. بس احنا في الغالب مش هنستخدم تريجر، هنستخدم بروسيجر عشان يبقى الكلام برضو واضح. التريجر ده بيستخدم علشان اسجل بعض العمليات اللي انا محتاج اتتبعها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي يوزر، عايز اعرف هو اليوزر ده عمل ايه على جدول مثلا السيل مثلا. عايز اعرف عمل فواتير قد ايه، عايز اعمل احصائيات، بعض الاحصائيات بدل ما اخش على الجدول نفسه واجيبها. لا، انا محتاج ان انا اسجل الحاجات اللي هو بيعملها اليوزر، اتبع اليوزر معين. مثلا تحصيل الشغل بتاعي اللي هو فوري، مثلا بعمل تريجر فوري. يعني عندنا في شغلنا مثلا انا تحصيل فوري بيرمي في جدول لوحده، فاوتوماتيك اول ما بيرمي بيدي تحصيل للايصال اللي هو متحصل. ده اوتوماتيك، بحيث ان انت بيبقى في بعض الشغل ما بيبقاش انت ليك اكسس عليها. وهناخد الكلام ده مع بعض. يعني ساعات انت بتبقى انت النظام اللي انت عامله او اللي الشخص عامله، مش انت اللي عامله. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا في شغلنا مثلا فوري هو عامل شغل عندنا، فهو بيرمي في جدول معين. انا ما اقدرش اعدل في شغله واقول له ارمي لي في 3 جداول او 4 جداول. واخدين بالكم؟ لا، انا هو بيرمي في جدول، فانا باخد من الجدول ده واروح منفذ انا اوتوماتيك بقى على بقيه الجداول على طول. بمجرد ما يعمل هو سطر في الجدول ده هو بيشتغل على حاجه تانيه. خدتوا بالكم؟ فانا ساعات بحتاج التريجر ده، وهنشوف برضه عملي احنا بنحتاجه فيه. طب تعالوا نفتكر بقى مع بعض احنا دلوقتي خدنا ايه في التريجر. لو احنا فتحنا التريجر كده موديفاي، نفتكر مع بعض احنا عملنا جمله الانسيرت. كان عندنا جدولين تاني غير الجدول الاصلي. نفتكر كده بسرعه. بصوا يا شباب، عشان بس نبقى ايه الكلام واضح ويبقى سهل، علشان تبقوا انتوا فاهمين الموضوع. الكلام ده ما بيتعملش كل مره. يعني انت بمجرد ما بتفهم التريجر، انا ما بقولكش في شغلك مشروعك برضو في الغالب انت ما بتبداش التريجر ده من اول وجديد. يعني انت ما بتخترعش التريجر، انت بتعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده التريجر اللي انا عامله ده. انا لما اجي اعمل تريجر، هل انا بعمل تريجر من الاول زي ما انا عملته لكم كده؟ لا طبعا، بروح فاتح برنامج تاني اللي انا عامله ده مثلا، واروح واخد التريجر ده كوبي. اخده كوبي واروح اغير المتغيرات دي طق طق طق. لان ما بحفظش التريجر، ما بتحفظش. ما باخد المتغيرات دي واروح مغيرها، واروح ايه عاملها على الجدول التاني، ويبقى انا اشتغلت. فمحدش يقلق من الكلام الكتير المكتوب، انا عايزك تفهم وليس تحفظ الكود او تعرف التريجر بيتكتب ازاي. التريجر ده لو فتحت النت وكتبت التريجر هيجيب لك الاستراكشر اللي انا عامله ده. فما تقلقوش منه خالص، يعني ما تقلقوش من الكلام ده خالص. الكلام ده بيبقى خلاص هو مره بيتعمل وانت بتفهمه مره، وفي الثانيه خلاص كده الدنيا بتمشي معاك. فالكلام كتير شويه، وممكن يكون في ناس اتلخبطت شويه، بس ايه، انا عايزك تفهم مش تحفظ. ومش لازم تعرف الكود كله، لان الكود ده ممكن يتغير. يعني انا ممكن اغير ده، ممكن اغير ده. انا عايزك تفهم بس ان في تريجر بيبقى انسرتد. انا دلوقتي خدت الانسرتد وعملت من الانسرتد اللي انا المتغيرات اللي انا اتضافت دي، عملت منها ايه بعض الجمل او استخدمتها في بعض الجمل. والنهارده هنطور الفكره شويه، او في البروسيجر هنطور الفكره شويه. طيب، تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه المره اللي فاتت. عملنا كده عندنا جدول اللي هو السيل باي ده، اللي هو جدول المبيعات والمشتريات. كلام جميل. وعندي جدول تاني اللي هو التوتال، وعندي جدول تالت اللي هو المخزن. خلاص، يبقى عندي جدول واحد اهو، اتنين، تلاته. لما انا عملت سطر في الجدول ده لو فاكرين سيل باي ده جدول السيل باي. عملت سطر هنا، دي كابيتال عشان بحب يبقى كده. وهنا لما عملت سطر عمل لي هو سطر اوتوماتيك فين؟ في جدول التوتال. خلينا نقول عليه التوتال وخلاص عشان نختصر بس. وعمل لي هنا في الكوانتيتي او ستور كوانتيتي. عمل لي هنا ايه؟ نقص في المخزن او زياده في المخزن. صح كده؟ ده اللي احنا عملناه. لو انا جيت بقى يا شباب، احنا عملنا دلوقتي اللي احنا عملناه ده في امتى؟
وير ايه inserted، صح كده، اهي after inserted، شايفين الكلام ده؟ after inserted. طب لو انا عملت بقى عايز اعدل واخليها لما يعدل، يعني انا دلوقتي لو انا فاكرين، انتوا فاكرين احنا عملنا ايه؟ احنا هنا جينا وقلنا الجدول رمينا فيه سطر مثلا، وقلنا هنا المخزن 6 والكميه و300 هنا، فخد ال 300 دي حطها في جدول ايه توتال، خد ال 300 حطها في جدول التوتال، وراح واخد الكميه 15 دي راح حاططها في جدول ايه، جدول الستور كوانتيتي. لغايه كده اعتقد الدنيا كانت كويسه، مفيش اي مشكله. افرض انا الراجل ده راح جاي وعامل تعديل في الكميه، تعديل في الكميه طبعا هتتبعها تعديل في السعر او تعديل في الاجمالي. لو انا جيت دلوقتي خليت دي 10، هل بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده او قبل ما اعمل اي حاجه هيحصل حاجه؟ انتوا ايه رايكم؟ هيحصل حاجه لو انا جيت خليت دي 10؟ خلينا نخليها 10 كده، مش هيحصل حاجه صح؟ 10 في 20 ب 200. هل كده هيحصل حاجه في اي جدول من الجداول الثانيه؟ مش هيحصل حاجه، كلام مظبوط جدا. طيب بما ان هو مش هيحصل حاجه، اذا انا محتاج ان انا بمجرد ما هو اعمل عمليه الابديت دي او عمليه التعديل يحصل لي حاجه، لانه لازم يغير الكلام ده. فتعالوا نرجع الكوانتيتي اللي احنا كنا عاملين 15 ونخليها 300 هنا، ونبدا بقى نعمل احنا البروسيجر، الطريقه قصدي اللي احنا شغالين، اللي احنا المفروض نعمله علشان خاطر يبقى في الابديت. يعني لما احدث الجدول او اعمل تعديل تحديث في الجدول يحدث لي برده في بقيه الجداول او في الجدولين التانيين. تعالوا نشوف هنعملها ازاي ونمشي برده مع بعض واحده واحده. هناخد ده كوبي زي ما اتفقنا، خلاص احنا بناخد كوبي علشان نستخدمه. تعالوا بقى نعمل تريجر جديد اهو، وهقول له هنا كريت. طبعا احنا خلاص فهمنا الجدول، مش هنعيد تاني عشان ما نضيعش وقت، عشان عندنا حاجات كتير النهارده ان شاء الله. انا هقول له ابديت، هنسميها زي ما اتفقنا. ده الجزء ده الاسم اللي انا عايز استخدمه ايا كان هو ايه، يعني انا بستخدم اسم انا ممكن ده اللي بسميه لوحدي كده يبقى غلط. ابديت، انا هنا الاسم ده انا ممكن اسميه اي حاجه، ده الاسم اللي انا بسميه ملوش دعوه بالعمليه نفسها. ابديت اون على جدول ابديت سيل باي، على جدول السيل باي. انت بقى في عمليه ايه الابديت، هي عمليه الابديت هي بكتبها هنا الاسم ده انا اللي بسميه، سميه اي حاجه، سميه ايديت سميه ابديت سميه ايه زي ما انت عايز، ده الاسم. هنا افتر ابديت يعني مع التعديل، يعني انا بعمل التريجر ده هيتنفذ مع التعديل. كل الكميات دي زي الفل زي الفل مفيش مشكله، والانسرت دي برضو زي الفل. في حاجه واحده بس اللي هتواجهنا في القصه دي، يعني ايه ابديت؟ تعالوا نشوف يعني ايه كلمه ابديت كده. انا باجي هنا دلوقتي قلت لي انت يا باشمهندس احنا عايزين نغير ال 15، هي كانت 15 عايزين نخليها 10 صح كده، عايزين نخليها 10 دي الكميه، وهنا كان 300 عايزين نخليه 200. هو ده التغيير اللي هيحصل، وده اللي هيأثر لي على الجداول الثانيه، فانا عشان كده كتبتهم هم بس. خلاص يبقى ده اللي هيأثر لي على الجداول التانية. الكمية بدل 15 هتبقى 10، واللي هنا 300 هتبقى 200. هو بيعمل ايه بقى يا شباب عشان نفهم آلية عمله؟ بيروح عامل السطر ده الأولاني ده بيعمل له حاجة اسمها ديليت، مسح، حذف. حذف يعني انت لما انت بتعمل حضرتك تغير بيعمل حذف، بيعتبر ان ده حذف. وهنا إضافة، يبقى هو بيعمل عملية مركبة، بيعمل هو البرنامج نفسه بيعمل عملية مركبة. الابديت بتاعني حذف للسطر الأولاني وإضافة للسطر الثاني، واخدين بالكم يا شباب؟ طيب لما انا احذف السطر الأولاني يبقى ده اتعمل له ايه؟ ديليت. ده اتعمل له ديليت وده اتعمل له انسيرت. الانسيرت خلاص فهمناها وعرفنا بنجيب ازاي. هنا بقى انا عايز ال 15، يعني عايز اعمل ايه؟ هنا المخزن مثلا سي فيه كام؟ في مثلا سي 50، سي المخزن فيه 50. فانا عايز اعمل ايه مع الابديت دي؟ انا عايز اشيل ال 15 وازود ال 10. هو ده اللي انا عايز اعمله، هعمل عمليتين مركبتين زي ما هو بيعمل بالظبط. يبقى 50 ناقص 15 ايه؟ ناقص 15 وبعدين زائد ايه؟ زائد 10. ده كلام جميل. طيب يبقى الكوانتيتي اللي عندي دلوقتي اللي انا بقول له دي اضافه، لو انتوا بصيتوا كده هتلاقوا ان انا بقول له الكوانتيتي هنا مثلا، خلينا نبدا بالكوانتيتي. هنا بقول له دي اضافه صح كده، ده اللي اتضاف. طب ازاي اجيب اللي اتحذف؟ ما انا عايز دي وعايز دي دلوقتي صح كده، عايز دي وعايز دي، عايز اللي اتضافت وعايز اللي اتحذفت. مش احنا قلنا ناقص 50 زائد 10؟ لما اجي ابيع ناقص 50 زائد 10
علشان اللي اتضاف يتشال بشيل ده وازود ايه وازود ده، بشيل ده وازود ده، صح كده؟ يبقى انا محتاج اللي اتضاف ومحتاج الايه التاني، اللي اتضاف واللي اتحذف. فيبقى انا عايز امسكهم الاثنين. طب اعملها ازاي؟ اقول والله انا هعمل متغير تاني اسمه ديل كوانتيتي، ديل، او اقول له ايه طبعا هنا ايه، اقول له ديل ديليت كوانتيتي. الديليت كوانتيتي ده المتغير اللي هو اتضاف، المتغير اللي هو ايه، اللي هو ده اللي اتضاف، وده اللي ايه، ده اللي اتحذف. طب تعالوا نشوف هنا، نخليها برضو فلوت، يبقى كده ايه، ده اللي اتضاف وده اللي اتحذف. حلو جدا، ده كلام جميل جدا. انا هجيبها ازاي بقى، اصطادها ازاي؟ اقول له اهي بصوا سيلكتد، واروح قايل له ادي الكوانتيتي ده، واقول له هنا بيساوي كوانتيتي فروم ايه بقى، ديليتد. ديليتد يعني اللي اتحذف. يبقى انا كده مسكت ايه، مسكت اللي اتضاف اهو كوانتيتي، ومسكت مين اللي اتحذف. طب ده كلام جميل جدا يا باشمهندس جدا، يبقى ده ممتاز. حلو. بعد كده بقى اعمل ايه، هروح واخد الكوانتيتي دي، الكوانتيتي دي انا محتاج انقصها او ازودها لو انا حسب ما انا بعمل. فانا لو عندي هنا انا مبيع مشتريات، انا المفروض بقى بعمل ايه، بزود ده، فهزود ده يبقى ناقص التاني، صح؟ يبقى ناقص الديل كوانتيتي، لان انا عكس دي العمليه العكسيه بتاع ده، انا ضفت شويه يبقى نقص القديم، صح كده؟ يبقى نقص القديم. ده ناقص، يبقى انا عايز التاني ايه، يبقى زائد. يا رب محدش يتلخبط في دي، لان انا بخصم هنا، بخصم وهنا بزود، فانا برجع المخزن الاول لوضعه، برجع المخزن لوضعه، فبمسح اللي انا عملته، بمسح اللي انا عملته. فلو هو بيع، لو هو بيع لو هو مشتريات الاول بمسح اللي انا اشتريته، انا مسحت اللي انا اشتريته نقصته، وزودت اللي انا ايه، القديم، يعني القديم بمسحه الاول بنقصه، واحط الجديد، ازود الجديد. في الثانيه بروح اعمل ايه، بروح مزود القديم ازوده خالص، وبعد كده اروح ماسح ايه، البيع الاول. يبقى انا كده كده اكني بعمل عمليه الابديت، بروح عامل ايه، سطرين، واحد حذف واحد اضافه. الحذف ده بروح ماسح اللي انا عملته قبل كده، ال 50 دي اروح ماسحها اكني ما عملتهاش، بمسحها اكني ما عملتهاش، واروح مزود اللي انا ايه عملته. طيب وقعت من الناس، ماشي نقول تاني، نقول تاني. انت دلوقتي معاك 10 جنيه، مع حضرتك 10 جنيه، صح؟ رحت عامل سطر، سطر هنا، بعت ب 50 جنيه، صح كده؟ معاك 10 جنيه، او الخزنه فيها 10 جنيه. حلو، ده كلام جميل. الخزنه فيها 10 جنيه، ماشي. انا عملت عمليه بيع ب 50 جنيه، وراحت ايه، يبقى الخزنه بقى فيها كام، بقى فيها 60 جنيه، صح كده؟ ده طبيعي. واحد جه قال لك لا، انا الكلام اللي انت عملته ده انا مش عاجبني، انا عايز ارجع، عايز ارجع المنتج ده، انا عايز ارجعه اللي هو ب 50 ده. لا انا عايز الصغير، مش عايز الكبير. انت بعت لي ب 50، فانا عايز الصغير. كويس، الصغير ده بكام، ب 20 جنيه. هتقول له ايه، هتقول له خلاص انا امسح لك القديم، امسح لك الفاتوره، بمسح ده خالص، بمسح ده خالص. فلما امسح ده بيحصل ايه، بروح مرجع ال 60 دول، ارجعهم كام تاني، 10 جنيه. يبقى انا ايه، ديليت او ناقص ال 50، صح كده؟ يبقى انا عملت عمليه ارتجاع. طيب يعني يقول لي لا انا عايز اشتري تاني بقى، اشتري تاني، يبقى انا ايه، اروح مزود ايه تاني، ال 20. واخد بالك؟ يبقى انا عملتها على عمليتين، الحذف ده حذف، حذفته، والاضافه انا ضفته. واخدين بالكم يا شباب؟ يبقى الاولاني ده انا حذفته، مسحته، رجع في كلام الراجل فمسحته، والتاني ده رحت ضايفه تاني لانه هو ايه، لانه هو اشتراه، فانا عملته اكنه اوردر تاني، او انا ايه، حذفت ورحت معدل الكميه. خلاص. طيب ايه هنا، انا عندي فيه شراء وعندي فيه بيع. طيب انا لو بشتري يبقى المخزن بيزيد ولا بيقل، هما عكس بعض. واخد بالك؟ فانت لو تشتري، انت دلوقتي تعالى نتخيل مع بعض، تخيل مع بعض، لو دي فاتورة شراء، اه بالظبط، لو انا فاتورة شراء، خلينا نمسح ده عشان ما نتلخبطكوش، خلاص ده كده اهو، ونشتغلها على فاتورة الشراء وفاتورة البيع عشان تبقى واضحة عشان الناس تفهم. لو انا فاتورة شراء بقى، ده البيع واضح خلاص، ان البيع فهمناه، صح كده؟ البيع واضح. طب لو الشراء،
الشراء العكس. ما هو احنا لسه بادئين يا استاذ ناجي، خليك معايا انا هقول لك. احنا بنعمل تريجر دلوقتي ابديت، بنعدل القيمه اللي اتحطت. انا حطيت مثلا فلوس وحطيت قيمه، فانا عايز اعمل لها تعديل، فبعدلها ازاي؟ بعدلها بالطريقه اللي انا هقولها دلوقتي دي. دلوقتي انا عندي في الخزنه او في الكميه. آه، انا عندي في الكميه دلوقتي في المخزن نفسه في 20 قطعه. كويس ان 20 قطعه من اي صنف. اعتبر ان ده المخزن في 20 قطعه. انا رحت جايب دلوقتي اشتريت من كام؟ اشتريت 100. فالمفروض يحصل ايه؟ ده شراء. اروح مزود ال 100 صح؟ مزود ال 100. زودت ال 100 بقوا كام؟ يبقى انا عندي دلوقتي في المخزن 120 صح؟ 120. طيب جه قال لك ايه ده؟ ده ال 100 ما جوش كلهم. لا انا جه عندي 50 بس. جه عندي 50 بس. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل ال 100 خالص اعتبرها ما جاتش، وارجع تاني لل 20. يبقى انا بحذف ال 100، بطرح ال 100 صح؟ يبقى ناقص 100. المره اللي فاتت كانت زائد، دي ناقص 100. بشيل ال 100 خالص الاول، اشيل ال 100 من المخزن، يتبقى ال 20 صح كده؟ يتبقى ال 20. طيب ودي هو زود 50 بس، ماشي؟ يبقى زائد 50 بس. يبقى كده كام؟ يبقى كده كله كام؟ 70. يبقى كله 70. ماشي يا شباب؟ طيب اتفضل يا عمر، لو عندك سؤال اتفضل. السلام عليكم. معاك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا عمر. بقول لحضرتك يا باشمهندس، بالنسبه للنقطه حضرتك بتتكلم عليها، مم. اللي هي لما باجي اعمل ابديت على تيبل معين مثلا مم. عن طريق تريجر، فانت حضرتك بتقول ان هو بيحذف ويبدا يضيف من اول وجديد. اه بالظبط. انت حضرتك بتعمل العمليه دي بالتريجر، مم. صح كده؟ يعني انا شايف حضرتك بتعملها بالتريجر. اه هو سؤال، مش المفروض انا لو انا رحت عملت انسيرت في جدول المشتريات، وجيت رحت عملت تريجر ان هو يبدا مثلا يابديت الاصناف او ارصده الاصناف في مثلا في جدول الاصناف، مش تمام. هم المفروض تلقائيه هيروح يجيب السميشن للمشتريات ناقص المبيعات يساوي الرصيد؟ يعني هو ليه انا ابدا اضيف وابدا اجيب يعني قبل ما اضيف اخد القيمه اللي قبليها، وابدا بعد كده قبل ما اجي اضيف القيمه اللي بعديها؟ حضرتك فهمني؟ انا قادر اوصل لا لحضرتك لا، انا قصدي هو ايه؟ مش كده يا عمر، هو مش هيأثر على الجداول التانية. هو انا لما عملت كده دلوقتي، لما انا جيت دلوقتي كده وغيرت، انا لما جيت عملت مم. كده دلوقتي، لما جيت دلوقتي خليت دي 10 صح كده؟ خليتها 10 تمام. وخليت هناك 200. لما جيت غيرت وشفت الستور اللي هو الكوانتيتي غير فيه، مش هيغير هو لوحده، هو لازم انت اللي تغير فيه. عشان تغير تعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 15، خلينا ناخد المثال العمل اللي احنا شغالين فيه. عندي 15 صح؟ والمخزن انا فيه بعت 15. تمام. بعت 15. لا هنا شراء، ده شراء مش بيع. ماشي. ده فانا في البي، بناء تمام. بناء عليه انا المخزن زاد بكميه كام؟ بقى فيه 15 صح كده؟ تمام. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز امسح ال 15 دي واخليها 10. عايز امسح ال 15 واخليها 10. فبعمل ايه؟ بنقص الاول ال 15 عشان اخلي المخزن اكني عمليه البيع دي ما تمتش، او عمليه الشراء دي ما تمتش. فبروح عامل ال 15 دي بالسالب، يطرح لي الاول ال 15 منين؟ من المخزن ده. يبقى هيصفر لي ده، وبعدين يروح يزود لي ال 10، تبقى دي ايه؟ تبقى 10. يروح ضايف لي ال 10. يبقى هو بيعمل العمليتين اوتوماتيك. الكلام ده مش هيبقى باين، بس انا في التريجر بظبطه. اطرح لي ال 15 الاول، وبعدين زود لي ايه؟ ال 10. فهمت قصدي؟ تمام. يعني انا ماشي، يعني هو في طريقه تانية مش عارف حضرتك يعني هتبقى صح ولا غلط، ان هو مع كل اضافه او كل عمليه شراء او كل عمليه بيع بيروح يجيب اجمالي المشتريات من ساعه بقى ما فتح لغايه نفس الحركه لا اللي لا لا، تمت ليه عليها. ليه؟ ليه انا احسب تاني من الاول خالص المشتريات والمبيعات تاني من الاول خالص؟ لا، ما انا عندي المخزن ما هو. انا ليه ابدا من الاول واعمل عمليه يا عمر، اجمع كله تاني من الاول؟ لا انا وجهه صح، نظري لا، عمليه مش دي صعبه فعلا. احسن. دي احسن. ما دي بشتغل على السطر اللي انا بمسحه بس، بديله ناقص واجمع تاني على سطر واحد بس، او على صنف واحد بس. تمام. تمام. ماشي. ماشي. طيب شكرا.
جدول المخزن ثابت لا يسجل فيه حركات حدث التي يتم هو تحديث القيمة بناء على العمليات التي صح كده، هو ده الكلام، ده كلام صح. جدول المخزن ثابت والحركة بتتسجل في جدول الكوانتيتي اللي هو في الجدول السيل باي، وبعد كده بيقبضت على المخزن. اه الحق بالظبط كده، الحركة بتتم سواء حذف او اضافة او تعديل بتتم من خلال التريجر. ماشي، بالذات التعديل، يعني في حذف انا ممكن اعمله بطريقه تانية، بس التعديل ده بالذات انا رايي ان هو يتعمل بالطريقه دي لذيذ يعني، لان بعد كده كمان يعني ممكن ادخل من خلال الحركه اللي انا بعملها دي، ممكن ادخل مرتجع المبيعات او مرتجع المشتريات من خلال التريجر ده. هنشوف ده بالتفصيل ان شاء الله، بس انا عايزكم تفهموا الموضوع. انا دلوقتي عملت ايه؟ خلينا نعكسها، هعمل ده ناقص الاول. لما اعمل ناقص كده يبقى اكن انا دلوقتي قلت له الكميه الموجوده نقص منها العمليه القديمه، نقص العمليه القديمه وبعد كده زود العمليه الجديده. واخدين بالكم يا شباب؟ يبقى انا نقصت العمليه القديمه وبعدين زودت ايه؟ العمليه الجديده. طيب، لا الكود ما هو ما زي ما بقول لك هو واحده واحده، يعني انت كده كده هتتعلمه، يعني مع التكرار هتتعلمه. خلاص يا شباب؟ ودي برضو زود ونقص، انا ما زودتش حاجه غير جمله واحده بس على اللي فات، جمله واحده اللي هي الديليت ده اللي هي اتحذف. فانا لازم ارجع خطوه لورا، لان انا ايه؟ اكني ما عملتش العمليه اللي فاتت، اكني ما عملتش العمليه اللي فاتت. طيب، ولا تشغل بالك، هو الداتابيز بتعمل الكلام ده كله. انت بمجرد ما انت عملت التريجر حضرتك هو بيظبط ده، انت ما بتشغلش بالك، ناس بتعمل، ناس بتحذف، ناس بتشيل، ناس بتحط، انت ما بتشغلش بالك خالص، هو بيتعامل، الداتابيز بتتعامل. ما هي دي ميزه الكلام بقى ده، وقوه التريجر والبروسيجر. قوه التريجر والبروسيجر في الحته دي ان انت ما بتشغلش بالك بقى، انت بتعملها مره واحده وبتنساها العمر كله. خلاص. خلاص يا شباب؟ لا سهله ان شاء الله، هي بالظبط. هي لو انت عملتها مره خلاص، وبعدين انت بتاخدها في الغالب زي ما انا قلت لكم كده. في حاجه بقى نقطه، زي ما عمر كده كان بيقول، كان بيتكلم على ان هو بيجمعها تاني من الاول، بيجمعها تاني من الاول. بس انا النقطه مش هخش فيها قوي، بس هو اللي انت بتقوله يا عمر موجود في هنا في الصم، وده برضه هنغيره. يعني انا دايما حاول ما تعملش عمليات كتير، بالذات السلكت، لان السلكت انا لما اجي سلكت كتير او اجي اعمل عمليه سلكت تاخد وقت، بالذات لما شغلك يبقى كتير. حاول ما تعملش عمليه سلكت. انت دلوقتي بتلعب على سطر واحد، لو تاخد بالك بتلعب على سطر واحد بس، وهنا بتلعب على سطر واحد بس، قضيت على سطر واحد بس، فده هينجز معاك، يعني ده ينجز معاك جامد. لكن لو انت سلكت وجمعت كل اللي اتباع وكل اللي انت اشتريته عشان تقفل شغلك، لا ده هياخد وقت طويل وهتصعب العمليه على نفسك. ونفس الكلام هنا برضو دي، انا بس اديت فهمتكم، بس برضو هنغير سنه لما نيجي نكمل. ماشي كده يا شباب؟ طيب، هل اي حد عنده مشكله في ده؟ التوتال بقى، لو انا سبت التوتال بالمنظر ده، لو انا سبت التوتال بالمنظر ده مش هيبقى فيه معلش. مشكله. ليه بقى؟ يعني انا تعالوا بقى ايه، احنا فهمنا الكوانتيتي صح؟ فهمنا الكوانتيتي صح كده؟ انا بس مش عايز الخبطكم، بس انا عايز افهمكم الفرق بينهم. هنا زي ما كده كان عمر بيقول، هنا انا عملت ناقص زائد، صح كده؟ ناقص زائد، مسحت القديم وزودت الجديد. خلاص يا شباب؟ التوتال ده الصم بقى، تعالوا نشوفوا كده نفهمه الصم. انا ال 300 هتبقى 200، هل لو ال 300 بقت 200 انا محتاج بالجمله دي، الجمله اللي قدامنا دي، انا بفتح لكم بس السكه، الجمله اللي قدامنا دي، هل محتاج امسح القديم وازود الجديد؟ هل محتاج امسح القديم وازود الجديد؟ حد يرد عليا بقى كده. انا محتاج امسح ال 300 وازود ال 200؟ يعني انا هنا التوتال عندي، تعالوا نمسح بس ده كده. بالظبط كده يا شباب، الناس فاهمه اهي كده، الناس فاهمه. ماشي، الناس كده فاهمه. طيب، ايوه، ولا هعمل حاجه خالص، انا مش هغير فيها خالص. ليه بقى؟ لان انا هنا التوتال ده بيتحسب ازاي اصلا؟ التوتال ده انا كنت بحسبه ازاي؟ مجموع الفواتير او مجموع السطور اللي اتعملت في الفاتوره دي، صح كده؟ مجموع السطور اللي اتعملت في الفاتوره دي. يعني انا هنا عندي مثلا هنا التوتال 300، لان بعمل صم تاني من الاول، بعمل صم تاني من الاول. مجموع الفواتير اللي اتعملت 300 وهنا 200، فانا اذا هيعمل ايه؟ هو هيلغي ال 300 اهي ويحط ال 200،
يروح هو البرنامج بتاعي عامل ايه؟ عامل صم، يروح جامع تاني ويروح حاطط ابديت تاني، يابديت ده هيروح جامع تاني وعامل ابديت. يبقى انا بالمنظر ده او بالفكره دي انا مش محتاج، بالظبط انا مش محتاج اعمل اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي، مش محتاج اعمل اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي. طيب عشان ما لخبطكوش، ولكن برضو حابب اقولها، انا ممكن اشتغل دي بنفس الاسلوب ده، يعني ممكن اشتغل دي، بس انا قلت انوع لكم عشان ايه تستوعبوا الموضوع. انا هنا عملت اللي انا كنت بقول لعمر ما تعملوش دلوقتي، يعني انا هنا عملت اللي كنت بقول لعمر ما تعملوش. طب ايه الافضل، ان انا اعملها كده ولا ان انا اعمل دي؟ حد فاهم السؤال الاول؟ انا دلوقتي هنا بجمع تاني الفواتير كلها تاني، بعيد جمعها. عمر كان هنا عايز يجمع تاني، يجمع اللي اتباع ويجمع اللي اشترى ويطرحهم من بعض، نفس فكرة دي تقريبا. بس هنا طبعا هنا هتبقى تقيلة جدا، لان انا ممكن يبقى عندي مثلا سنة شغل اقعد اجمع واطرح. انهي احسن بقى؟ اللي تحت اسرع، صح؟ اللي تحت دي يا عمر ويا شباب طبعا اللي تحت اسرع. انا ممكن اخلي اللي تحت اللي فوق دي زي اللي تحت، لما يعمل بيع يخصم، ولما ايه يعمل شراء يزود، وهكذا. انا عندك دي وعندك دي، انت ممكن تجرب دي وتجرب دي. انا بفضل انهي؟ بفضل دي، بفضل دي. انا عارف انها اسرع برضو، بس انهي اسرع؟ ان انا اخصم وازود دي على طول على نفس السطر، ولا اجمع تاني؟ يعني ممكن انا الفاتوره دلوقتي، حد فاهم انا بقول ايه؟ انا صح صح يا استاذ محمود، انا معاك ان هي بتاعت عمر ابطا كتير، يعني اللي تحت ابطا كتير، صح انا معاك. لكن دي ممكن ما تبقاش بطيئه قوي، ولكن الافضل على الاطلاق ايه من وجهه نظري؟ الافضل على الاطلاق ان انت تشتغل على سطر واحد بس، يعني السطر تخليه يابديت على الجدول. انا فاهم يا عمر، فاهم قصدك، انا فاهم قصدك. اللي فوق اضمن، هي مش اضمن، اصل انت مش انت اللي بتشتغل بايدك الكلام ده. لو انت هتحسب بايدك، لو هتحسب بايدك اقول لك اضمن، لكن هو اللي هيحسب برضه مش انت. انت كده هو ممكن انت هو مش هيغلط، ما تخافش. انت هتغلط عشان يجمعهم تاني، يعني هو لو قلت له امسح وزود هيغلط، ولو قلت له الصم مش هيغلط. لا لا مش هيغلط في الاثنين، ما تخافش. خلاص بقى هتكلم البرفورمانس، انا هتكلم سرعه العمليات اللي انت بتشتغلها، وهو ده اللي انا جاي اقوله لكم. يعني ايه الفرق بين دي ودي؟ عشان كده حطيت لكم، لو انتوا تلاحظوا لو خدتوا بالكم، حطيت لكم دي بالطريقه دي ودي بالطريقه دي، دي عكس دي، او دي حاجه ودي حاجه تانيه، عشان اوريكم الفرق وعشان يبان ان لا في اختلاف. واخدين بالكم يا شباب؟ فانا عايزكم تجربوا، يعني انتوا ممكن تجربوا تملوا داتابيز لحد عنده برنامج، لو حد عنده برنامج اصلا شغال عليه وعنده داتابيز مليانه، يجرب بقى دي ويجرب دي ويجرب سرعتهم عاملين ازاي. معلش يا استاذ امير، انت بس الماوس بيكتب منك، فيا ريت بس ايه تخلي بالك. ماشي يا شباب، كده فهمنا. طب تعالوا نجرب بقى ونشوف هيحصل ايه. نرن كده اكسكيوت، كده عملنا اكسكيوت عشان نسجل ايه البروسيجر الجديده. بصوا بقى هنا هيقول لي ايه هنا تريجر. بصوا التريجر هينزل، التريجر الجديد هينزل هنا اهو، ابديت سيل باي، ابديت سيل باي. ماشي، انا بقول لك الافضل يعني يا بص يا استاذ عثمان، اصل انت لو بتتكلم على داتابيز صغيره اللي هي على قد مثلا، انت بتتكلم في داتابيز 5 اجهزه، 5 اجهزه شغالين، فده يعتبر داتابيز صغيره، انت مش هتحس بالفرق ده او مش هتحس بتقل الشغل. لكن لو انت بتشتغل مثلا على 1000 جهاز شغال في نفس الوقت، انا طبعا لما اجي اتكلم بقول لك برفورمانس بتكلم على اجهزه كتير، يعني 1000 جهاز بيعملوا عمليات مع بعضهم. واخدين بالكم يا شباب؟ ف1000 جهاز لو انت كل ثانيه فرقت معاك ثانيه او نص ثانيه، لا هيأثر، واخد بالك؟ هتأثر. لكن لو انت بتتكلم على اجهزه شغاله في نفس المكان، لا الموضوع بسيط ولوكال، الدنيا هتبقى ملمومه وسهله. لكن لو انت برضه بتتكلم على نت، بتتكلم على كذا واحد داخل من كذا بلد وبيعمل اكسس مثلا في نفس الوقت، وبيعمل عمليات سريعه وبيشتري ويبيع، يعني مثلا شغل مثلا زي امازون زي الناس دي، لا الثانيه عندهم بتفرق، والملي ثانيه بتفرق مش ثانيه واحده. فانا بحاول اديك احسن حاجه او افتح لك افكار، انت بعد كده خد اللي انت عايزه، يعني انا بقى خد اللي يناسبك. ولكن يبقى انا كده عملت اللي عليا وقلت لك كل الاحتمالات او كل الافكار اللي انت ممكن تستخدمها. ساعات ممكن ان انت تتزنق في بروسيجر مثلا تريجر زي ده، وتبقى انت مش عارف انا بيتعمل ازاي، او الناس قبل ما احنا نشرح كان ممكن الموضوع بعيد عنها او مش واضح بالنسبه لها. لكن لما شرحنا
انت ممكن ما تستخدموش بس تيجي في لحظه تبقى انت محتاج ان انت تستخدمه، واخد بالك، او محتاج دي انا خدتها قبل كده في الحته دي بالطريقه دي. فانت ممكن ما تستخدموش، ولكن هتعجبك في اي وقت من الاوقات. انا على فكره كل شغلي في الشركه بالتريجر والبروسيجر. يعني كل شغلي انا بحسب الفاتوره اصلا بالبروسيجر، فاتوره الكهرباء. ربنا يكرم. تعالوا بقى نشوف احنا دلوقتي لو غيرنا 10، انا خرجت كده خلاص كده غيرت. نشوف بقى يحصل ايه. بقت كام يا شباب؟ بقت 10. انا جيت جنبها، جيت جنب الفاتوره ولا جيت جنبها ولا عملت حاجه؟ لا، هي بقت 10 لوحدها. طيب لو خليناها لو خليناها 8 اهو، تعالوا نشوف. بقت 8. حد حس بحاجه؟ طيب تعالوا نخليها بقى نقلب 300. سبحان الله. نقفل دي نقفل دي، وخلينا نخليها 300 بدل ال 228 بكام؟ 160. 160. تعالوا نشوف بقى الإجمالي. 160. طبعا أنا كنت بجرب حاجة، فقبل ما نبدأ سيبكم من ده 160 أهو. خلاص يا شباب، يبقى أنا كده فهمت إيه؟ فهمت موضوع التريجر، وفهمت إن هو أوتوماتيك. بصوا الدنيا يا شباب في الحتة دي بالذات التريجر، محدش يشغل باله إنها تعمل صح ولا غلط. هي خلاص مفروغ منها إنها تعمل صح. أنت لو ظبطته مرة هتعيش بعد كده، ما تنساش. ما تقوليش بقى اللي هيغلط ومش لا، مش هيغلط، ما تخافوش. لا لا لا، مش واحد. مش هينفع واحد، لان انت عندك اضافه وانسرت وابديت. لازم كل واحد يتعمل في واحد، لان ده بيشتغل مع الابديت، وده بيشتغل مع الديليت، وده بيشتغل مع الانسرت. فعشان كمان انت ما تتلخبطش، خلي كل واحد لوحده. ده وجهة نظري يعني. لو انت تعرف تعملها في واحد، بس انا لا، انا وجهة نظري لا. يعني انت هنا مثلا انت بتقول له فروم في افتر ابديت، يعني لما يتحدث نفذ ده، لما يتحدث. واخد بالك. تعالوا نعمل الديليت بقى مع بعض. هتلاقوا نفسكم بتعملوه وانتم مغمضين. ادي الابديت اهو. ادي الابديت اهو. اقفل. طيب انا من وجهة نظري ان التريجر ده بيستخدم في حاجات كتير جدا، وهنشوف. بس في حاجة مش هتنفعنا قوي، بس انتوا فهمتوا. يعني انا اهم حاجة عندي انتوا فهمتوا الموضوع، وانتوا تستخدموه بقى في الوقت اللي يريحكم. ماشي، في الوقت اللي يريحكم، واحنا ماشيين برضو هفهمكم الدنيا ده بيستخدم امتى وده بيستخدم امتى. بس انا عايزكم دلوقتي تفهموا الموضوع ماشي ازاي. يعني افهمكم يعني ايه تريجر. وده اريح من الكود، طبعا اريح من الكود. انا بمعظم الاحيان انا ما بشتغلش كود خالص دلوقتي. يعني انا عايز اقول لكم ان السي شارب والفيجوال والكلام ده مش هيبقى فيه مشكله. ولو انت اشتغلت جافا واشتغلت بايثون، مش هيبقى فيه مشكله ان انت تشتغل باي واحده فيهم، لان هي هتصبح هناك واجهات فقط. انا بعمل ايه؟ عايز ادخل عمليه بيع مثلا، فبعمل بروسيجر للبيع او تريجر زي ما انتم شايفين كده للبيع. بقيه الجداول انا ما بلعبش عليها، خلاص هو بيلعب لوحده، هو شغال لوحده. لا، هو الجداول الحركه بس هي دي اللي انا اتعامل عليها واعمل عليها 3 تريجر. واخدين بالكم؟ وبعد كده هنعمل بروسيجر واحد، هنشوف، هنفهم الموضوع ماشي ازاي بعد كده. انت الاول خلاص، في حاجات بتتعمل بالتريجر وحاجات بتتعمل بروسيجر، وهنفهم ده. طيب خلينا نكمل بقى. طيب دلوقتي انا بعمل ايه يا شباب؟ بعمل ايه؟ انا عايز كرييت بقى ديليت. كرييت الديليت. هنا افتر ديليت. خلاص، افتر ايه؟ ديليت. لما امسح. طب لما انت تمسح عايز ايه بقى؟ عايز تعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ لا، انا همسح السطر ده خالص، هحذفه. يبقى انا محتاج ان انا انقص الكميه اللي اتحذفت بس. فده اسهل من التاني. لو هي 50، يبقى انا هنقص ال10 اللي اتحذفت. خلاص، ناقص 10. خلاص، انت هنقص 10 وخلاص وشكرا. خلاص. لا خلاص، هنقولها وانتوا جربوا بقى، انا عايزكم تجربوا. ماشي. طيب عشان بس في حته جديده. بالظبط. ماشي، حاضر. ديليت اهو. اغير الاسم بتاع الترك. طيب يبقى هنا ديليت، وهنا الافتر ديليت. خلاص.
والمتغيرات بتاعتي هي ما عدا المتغير اللي انا مش محتاجه ايه بقى؟ الاضافه، الكميه اللي اتضافت. انا مش محتاج الكميه اللي اتضافت لان دي جديده. طيب هنا بقى، هنا خلاص مش محتاج الكميه اللي اتضافت برضو، عشان ايه؟ دي جديده مش محتاجها، مفيش كميه اتضافت، انا كده اتمسح. طيب انا عايز اقول له هنا بقى ايه؟ مفيش هنا انسرتد، كله ايه؟ كله ديليتد. انا عايز النوع اللي اتمسح، يبقى هنا ديليتد. النوع، التاريخ اللي اتمسح، ديليتد. التاريخ اللي اتمسح، واخدين بالكم يا شباب؟ يبقى هنا كله ايه؟ ديليتد ديليتد. يبقى انا كل المتغيرات بتاعتي هجيبها من ايه؟ الديليتد. واخدين بالكم؟ اللي اتمسح اللي اتمسح اللي اتمسح، لان مفيش انسرتد. طيب الفاتوره، انا هجمع تاني، هعيد جمع الفاتوره تاني، فده مش هيبقى فيه مشكله، مش هغيره. هعيد جمع الفاتوره تاني، فمش هيبقى فيه مشكله. كل ده مش هيبقى فيه مشكله ما عدا الراجل الطيب ده اللي انا ايه؟ اللي انا ضفته. انا مفيش حاجه ضفتها، بس خلاص اهو انا مسحت اللي انا ضفته. كل السطر يا عمر انا هنا ديليتد، مش ده افتر ديليت يعني مع المسح؟ التريجر اللي انا عامله ده مع المسح، يبقى مع المسح خد لي بقى السطر اللي اتمسح، خد لي التاريخ اللي اتمسح، ورقم الفاتوره اللي اتمسحت، وخد لي التوتال اللي اتمسح، وخد لي الكاونت اللي اتمسح. كل اللي اتمسح ده خده وحطه في المتغيرات بتاعتك، وبعد كده عفوا استخدمه. دكتور. نعم. عفوا دكتور. اتفضل يا فندم. أعتقد أن في مسح الأخير اللي هو ديليت، أنت مسحت الديليت وخليت الإضافة. لا، الديليت كاونت اهو، ده الفيلد نفسه، الكوانتيتي ليه ده ليه اللي من غير أيوه. اد ده، ده الفيلد القديم اللي هو الرقم القديم، يعني 50 ناقص الرقم الجديد، وهنا 50 زائد الرقم الجديد، ده الحذف في البيع والشراء. أه صح كده؟ أوكي، شكرا. الديليت موجود اهو. كده يا شباب احنا ايه؟ عملنا الديليت. تعالوا بقى نكسكيوت كده، ده اكسكيوت. تعالوا نجرب. انا عندي ايه؟ عندي دلوقتي ده 8، وعندي ده 160، صح كده؟ 160 و8. تعالوا نشوف كده الجدول قبل ما نمسحه اهو. الجدول قبل ما نمسحه فيه 8، وهنا التوتال فيه كام؟ فيه 160. حلو الكلام. طيب لو انا جيت بقى دلوقتي قلت له ديليت اهو، همسح السطر ده، انا السطر ده مسحته، همسحه خالص، اقول له يس. مسحت السطر. تعالوا نشوف بقى الكميه بقت كام يا شباب؟ بقت صفر، من غير ما اعمل انا اي حاجه، خلاص انا ظبطته. الكميه بقت صفر. لو انا عايز اعمل ده اهو، الكميه بقت كام؟ بقى هنا ايه؟ حذف التوتال وخلاه ايه بقى؟ ولا ده مش ده؟ خلاه ايه؟ خلاه نل. خلاه ايه يا شباب؟ خلاه نل. دي غلطه بقى، لازم ايه؟ نصلحها. عندي بقى حاجتين. ما انا عندي حاجة، لا ما انا هقول لك بقى، هقول لك انا في الحته دي فيها حاجتين، فيها مدرستين يعني. لو انا عايز امسح راس الفاتوره ممكن امسح راس الفاتوره، بس انا في نقطه، يعني انا لو هو خالص خلاص هنمسح، ممكن امسح. بس لو ان عندي مرتجع مبيعات، يعني انا بشتغل على مرتجع مبيعات، ما ينفعش امسح راس الفاتوره. ليه بقى؟ لان انا عندي لازم الفاتوره المرتجع ده يبقى ليه رقم، ليه توتال، معروف هو امتى، معروف مين اللي عمله، معروف مين اللي رجعه كمان، لو انا عايز مين اللي رجعه، او حاطط بيانات بقى مالي السطر ده، في اي حاجه اتعملت عليه، يبقى انا معروف كان فين وكان ليه وكان امتى. فانا ما بمسحش السطر ده غالب، انا محمد ما بمسحش السطر ده، لان انا عندي مرتجع، فالمرتجع ممكن يلعب على نفس الجدول، يعني حاجه من الاثنين، عشان رقم الفاتوره ده ما يضيعش. لان انت فاتوره رقم 1 يوم 13، لا يبقى معروف انها رجعت. فاهم قصدي؟ ما امسحهاش، لا ما هي التوتال بقى صفر خلاص، انا التوتال بقى صفر، وهيبقى في جدول تاني اللي هو المرتجع. انا ممكن احط جدول مرتجع يبقى هو فيه التفاصيل، ايه اللي رجع وايه الصنف اللي رجع، واخد بالك؟ هقولها لكم، لسه هقولها لكم دي، ما تقلقوش. بس انت تعرف ان احنا الغلط هنا فين؟ ان دي بقت نل، ان دي بقت نل، هي دي دي المشكله. واخدين بالكم يا شباب؟ دي المشكله اللي بتواجهنا. طيب حاضر. دلوقتي يا شباب في طريقتين او في حاجتين ممكن نعملهم. انت دلوقتي عندك فاتوره رقم ايه؟ يوم 13، فاتوره رقم واحد. كويس، فاتوره رقم واحد.
انا عندي عمليه بيع تمت هنا، كنت انا عملت عمليه بيع للفاتوره دي. عمليه البيع دي لو انا مسحتها من هنا ومسحتها من هنا، مسحتها من الاثنين، يبقى انا مش هقدر اعرف الفاتوره دي كانت بكام ولا ايه اللي حصل فيها. يبقى انا فقدت اي اثر للفاتوره بتاعت اللي انا رجعتها دي. واخدين بالكم يا شباب؟ فقدت اي اثر للفاتوره اللي انا رجعتها دي. ما هو بص، هو انتوا ناس محاسبين فانا مش هعرف يعني ايه. بص خلينا نمشي واحده واحده، هي ليها حالات. يعني هو الموضوع برضو فيها تعقيدات شويه، فانا مش عايز اقعد احكي في القصه دي. لكن انا ايه يعني، خلينا ناخدها واحده واحده. هو ليه حالتين. في حاله ان انا بمسح والراجل واقف قدامي، يعني انا لسه ما حفظتش. يعني انا الراجل واقف قدامي دلوقتي وانا لسه ما حفظتش الفاتوره، فانا بمسحها مش محتاج ان انا اسجلها. ده ما بقاش مرتجع. واخدين بالكم يا شباب؟ يعني واحد جه دلوقتي قال لي ايه، انا عايز اضرب اوردر، ضربنا اوردر، وبعدين قال لي لا انا مش هدفع الفلوس، او حصل له ظروف او مشي. فالفاتوره دي انا مش محتاج لها مرتجع، لان الفاتوره ما تمتش والراجل ما خدش بضاعه. فانا كده ما عنديش مشكله، دي ممكن تتمسح. فهي ليها حالتين يعني، دي ممكن تتمسح فعلا. لكن لو فاتوره الراجل راح ورجع وعايز يحسب فاتوره، فدي اصبحت مرتجع، ما ينفعش احذفها. فانا خلينا نتكلم في الحته التكنيكال دي لما نيجي نشتغل، ممكن نشرحها بالتفصيل. بس انا عايزكم دلوقتي تفهموا يعني ايه تريجر. خلاص يا شباب؟ يعني خليكم بس، نسيبكم من البيزنس دلوقتي، خلينا نفهم يعني ايه تريجر. ولما نخش على البيزنس واحنا شغالين، ممكن ناخد ارائكم كمان في القصه دي، لان انتوا ادرى مني. يعني انتوا ناس محاسبين واكيد اشتغلتوا في الكلام ده، فانتوا هتبقوا ادرى مني كمان بالشغل نفسه. او كل واحد هيعمل اللي هو شايفه صح، انتوا المفروض هتقولوا لي احنا نعمل ايه. خلاص يا شباب؟ فخلينا بس نفهم الغلط هنا جاي فين، وبعد كده نشوف بقى حته المحاسبه نمسح دي ولا ما نمسحوش، نبقى نتكلم فيها. الغلط جاي هنا في النل. ليه غلط يا باشمهندس؟ دلوقتي انت لما تيجي تجمع الصم بتاع اليوم كله، عايز اجمع اليوم كله، وانت عندك فاتوره بنل، هل ده هينفع؟ ممكن يعمل لك مشكله. فانا محتاج ان الفاتوره دي تبقى صفر. محتاج ان الفاتوره دي تبقى صفر، صح كده؟ مش نل. فخلينا نفهم بس التريجر ونفهم الحته التكنيكال دي، وبعدين موضوع ان احنا نحذف او ما نحذفش دي ناجله شويه. خلاص يا شباب اتفقنا؟ لا، مع ضرب الصنف. الفاتوره التريجر هينفذ مع ضرب الصنف، مش مع الفاتوره. خلاص. طيب لا، الديفولت زيرو لا، مش هيبقى ديفولت زيرو، لانه هو بيعمل عليه ابديت. ده مش ديفولت، ده هو الديفولت ده مع الانسيرت بس. مع الانسيرت بس يا شباب، مش مع مش مع الابديت. الديفولت ده لما اجي اضيف سطر جديد. خلاص يا استاذ احمد؟ طيب تعالوا نشوف احنا ايه اللي غلط اللي عاملينه بقى ونصلحه. الغلط هنا يا شباب، الغلط هنا، انا بقول له هنا ايه؟ بقول له صم التوتال. فهو جه يصم التوتال، جه يصم التوتال هنا لقى نل. جه يصم التوتال لقى نل، لان مفيش توتال، مفيش فاتوره، مفيش سطر اصلا. خلاص. طب بعمل ايه بقى؟ بعمل الفانكشن اللي انتوا فاكرينها از نل، وافتح قوس. فاكرين القصه دي؟ لو لقيته نل خليه ايه زيرو، بس بزود الحته دي. يبقى انا، ودي طبعا نحطها في كله، يعني خلينا نحطها في كل البروسيجر. دايما لما يكون في صم كده يا شباب، از نل خليها بزيرو، لان هو كده هيطلع نل. كده كان هيطلع نل زي ما هو طلع كده. ده لا، انا عايز از نل. لو هو نل، لو هو مش نل طلعها كده صح، لو هو نل طلعها بزيرو. فبنعمل الجمله الصغيره دي از نل، وافتح قوس واحط القصه دي واخليها ايه، كوما زيرو. طيب تعالوا نعمل التر. لو انا عملت كريت هيدي ايرور. بصوا لو عملت كريت على البوستيشن هيقول لك ان ده موجود قبل كده. فلازم اعمل حاجه اسمها التر، اعمل له التر يعني تعديل. التر يعني تعديل اهي كده قبل. لو انا جيت بقى عملت العمليه تاني، تعالوا نعمل العمليه تاني كده. تعالوا نعمل العمليه تاني، ندخل سطر وليكن شيرة برضو، وناخد تاريخ خليها بقى النهارده 13، خليه 13 برضو عشان يسمع في نفس المكان. 13/10/2021. لا سوري، 13 فاتورة رقم واحد. وهنا المخزن كان رقم مش عارف 2 باين 2. وهنا ايتم 6. وهنا الكمية كانت أخليها 10. وهنا السعر خليه، السعر كام 20. وهنا 200 صح كده؟ طيب تعالوا نشوف هو نفذ الكلام ده ولا في التوتال. هنا التوتال دلوقتي هنا حط 200. تعالوا نحذف بقى، نمسح السطر ده، نمسح السطر ده تاني اللي احنا عملناه،
ونشوف هيحصل ايه بقى دلوقتي. ديليت اهو. اوكي، تعالوا نشوف ابديت. طلعت كام يا شباب؟ طلعت صفر. اذا يا شباب انا كده الجمله شغاله معايا مظبوط، او الدنيا ماشيه معايا مظبوط. وهنا يا جماعه اللي حط لي ايه؟ صفر. يبقى اذا التوتال خلاص صفر. كده تمام يا شباب. يبقى انا التريجر كده فهمت يعني ايه تريجر، وفهمت يعني ايه ان الجدول يشتغل لوحده او الجمل تشتغل لوحدها. هيطلع بالسالب. هيطلع بالسالب لو حذفت كميه اكبر من الموجود، هيطرح بالسالب. هو اصل هو ملوش دعوه. يعني انت اصل انت بتحسب سطر. اصل انت الكلام ده لو انت بتعمل ابديت، لو انت قصدك على الابديت. لا، انا من البرنامج نفسه ما بخلوش يعمل بقى يحط رقم غير اللي هو موجود. يعني انا ينفع امسح. لو بيمسح ما فيهاش مشكله، لكن لو بيعدل في المخزن مثلا وهو بيرجع مرتجع وهو ما فيش في المخزن الكلام ده، خدت بالك؟ فبيطلع ساعات بيطلع بالسالب. دي بقى حلها تجاري، مش برمجه. هنشوفها مع بعض. بأيدها بالكود هناك. يعني بأيدها بالكود هناك، انت بتتشيك الاول. طيب كده احنا خلصنا التريجر يا شباب. حد عنده اي سؤال في التريجر؟ انا عايزكم تفهموا يعني ايه تريجر. ما تشغلوش بالكم هنعمل بيه ايه بعد كده. يعني خلينا بس دلوقتي في جزئيه التريجر. يعني اعتقد الناس اتفتح لها كلام كتير وكلام جامد جدا الحمد لله بالتريجر. خلاص. الحته الجايه كمان البروسيجر، وهيبقى الموضوع مختلف خالص. التريجر ده اختراع رائع. اي حد مش فاهم يا شباب، حد مش فاهم، عشان حته التريجر دي مهمه قوي بالنسبه لي، عشان هنستخدمها بعد كده هي والبروسيجر. يعني لا يتجزأوا عن بعض. يعني في حاجات كتيره بتعمل بالبروسيجر. وريتكم انا، مش عارف وريتكم ولا لا، الجدول بتاعي اهو. بصوا البروسيجر اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي دي داتابيز برنامج القرايات عندنا في الشغل. بصوا كام بروسيجر اهو. كل دي بروسيجر: حذف الشهر، فتح شهر، قفل الشهر، نقل البيانات. بصوا كل ده بروسيجر بقى. كل دي بروسيجر انا بستخدمها. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ اكتر من الجداول. اكتر من الجداول. ماشي. طيب التريجر بقى هتلاقوا هنا في تريجر، بس مش عارف شغال ولا لا. اه، فكرتوني بحته صغيره كمان. ساعات انا ببقى عايز اشتغل بايدي. هقول لكم يعني ايه عايز اشتغل بايدي. جربوا بقى، انا عايزكم تجربوه. في نقطه بقى اخيره، ان انت ممكن توقف التريجر ده. يعني ايه؟ انا ممكن ما احذفوش. يعني افرض انت عايز تعمل عمليه مثلا في الجدول، عايز تصفر الارصده كلها. فانت لو جيت تصفر الارصده او جيت تمسح، هيقبضت لك على الجداول. انا عايز افضي الجداول، فانا عايز افضيها، مش عايز ياثر على بقيه الجداول، او مش عايزه ياثر لي على التريجرات. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن التريجر ده اروح موقفه، كليك يمين كده اعمل له ديسيبل. فاذا انا ممكن في ايدي ان انا لو انا عايز اعمل عمليه مثلا على الجدول، عايز امسح الجدول كله، عايز اضيف حاجه، عايز اخلي حاجه ما تشتغلش مع التريجر، او التريجر يقف شويه عشان انا بس اخلص حاجه وارجعه تاني. فانا ممكن اروح عامل كده، اروح اعمل له ديسيبل واعمل له انيبل. يبقى اذا التريجر ممكن تعمل له ديسيبل وانيبل علشان واحنا شغالين. يعني لو انا عايز اوقفه واعمل حاجه وبعدين ارجعه تاني. خلاص شباب، كده انا قلت كل حاجه عن التريجر تقريبا، او كل الافكار. طبعا في حاجات تانية كتير، بس ايه، ده اهمهم يعني اللي انا قلتها، اللي هي تشغلنا وتخلينا نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. عايز بقى تاثر على خزنه، عايز تاثر على ايه تاني، مرتجع بيع، مرتجع شراء. يعني انا عندي مثلا مثلا على السريع برضو، انا مرتجع الشراء او مرتجع البيع بستخدم فيه التريجر على طول. ليه؟ لان انا التريجر بيأثر لي في جدول انا عامله. لو انا جيت بصيت على البرنامج الكبير بتاعي ده، في جدول اسمه باي ديل. باي ديل ده يعني بمجرد ما بيحذف الصنف من هنا، انا بسجله هنا على طول. بسجله في جدول المرتجع على طول اوتوماتيك بالتريجر. هتلاقي هنا في تريجر، بعمل تريجر انا 3 تريجر بيرمي هنا على طول. خلاص. طيب تعالوا بقى ناخد البروسيجر. لو حد بس عنده سؤال اساله، هو انا مش واخد بالي. ماشي السيكوال واستفدنا كتير. طب كويس الحمد لله. يعني ملخص تريجر: لو انا عايز يأثر على جدول اخر ومش محتاج انه يرجع
نتيجة بالظبط كده، بالظبط بيأثر على جدول تاني، وانا اوتوماتيك من غير ما يرجع لي ومن غير اي حاجه. انا هو بس جدول بيسجل في جدول. بالذات بقى يا شباب عشان تبقوا عارفين، بس التريجر ده بيستخدم في ايه؟ حاضر يا استاذ احمد اديني بس. التريجر ده بيستخدم في زي حاجه زي الحذف. انا دلوقتي بحذف من الجدول ده، انا مثلا بعت صنف وعايز ارجعه. انا خلاص الراجل راح واشترى الجاكيت مثلا، وجه يقول لي انا عايز ارجعه، فانا هقول له رجع. فالترجيع ده ممكن يكون فيه لعب كتير، يعني انا بقفل نبطشيتي مثلا وعايز اعمل ارجع مثلا، عايز يلعب حد لعب في اي حاجه، فهو مش هيبقى واخد باله من قصه التريجر. حتى لو حد يعني عنده فكره صغيره وفتح داتابيز مثلا وعايز يحذف سطر ولا حاجه من البيع او من الشراء، بالذات البيع والشراء، فهو بمجرد ما يحذف السطر ده او مجرد ما يعمل العمليه دي هيسمع في الجدول ده، واخدين بالكم؟ وفي حاجه اسمها اوديت. اوديت ده التتبع ده كله قايم على قصه التريجر ده. فانا ممكن اخد اللي اتحذف ده واروح حاطه في جدول تاني، اخده واحطه في جدول تاني. وممكن كمان اقول له مين اللي دخل عمل الكلام ده، يعني اليوزرات طبعا مش اي حد فيه يوزر، مش اي حد هيخش. فانا ممكن اعرف مين لو حد بيحسب بايده مثلا كمان. مثلا انا شغال في شركه وفي ناس، بعض الناس واخده صلاحيه مثلا على الداتابيز، فانا اروح عامل تريجر وهو ما ياخدش باله من التريجر، ما يبقاش واخد باله، مش هو مش خبير، فما يبقاش عارف انه في تريجر، ويروح ايه رميلي في الجدول ده، يعرف ان انا ايه براقب بيه الداتابيز بتاعتي. ده برضه من احد استخدامات التريجر. خلاص يا شباب. طيب اتفضل يا استاذ احمد سؤالك عشان نخش على البروسيجر السريعه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، انت بالمحاضره اللي قبلها هسه هذه التوتال شيل باي قلت بعضنا ظننا نستخدم تريجر وهذا بنستخدم هنا عندنا اليوزر اي دي. انا شغلي دائما من احفظ الفاتوره بالنهايه اقول له ابديت التوتال شيل باي انت اليوزر الموجود عندي اليوزر اي دي بالواجهه. هذا شغلي صحيح لو غلط؟ ممكن تديني فرصة للخطوة الجاية وبعد كده أجاوبك، يعني هخلص البروسيجر وأجاوبك على طول، هتلاقي نفسك الإجابة جت في الخطوة الجاية إن شاء الله. جزاك الله ماشي، خير. ربنا يخليك. طيب نيجي بقى يا شباب، حد عنده سؤال تاني؟ طيب في أي سؤال تاني قبل ما نبدأ البروسيجر؟ طيب توكلنا على الله. تعالوا بقى نشوف نفهم حتة صغيرة أو نقدر نقول عليها مشكلة شوية في التريجر، في موضوع التريجر. ليه بقى؟ دلوقتي أنا يا شباب في الجدول الجميل ده، في الحتة اللي احنا شرحناها لغاية اللي احنا شرحناه دلوقتي ده، احنا قلنا ايه؟ الجدول ده انا بملاه بالبرنامج، صح؟ بملاه بالبرنامج. فعندي هنا الاس بي تايب، وعندي الديت، وعندي البيل نمبر رقم الفاتوره، وعندي المخزن، وعندي الصنف، وعندي الكميه، وعندي البرايس، وعندي التوتال. طيب لما انا باجي ارمي في جدول التوتال سيل باي، لو انتوا خدتوا بالكم، انا لما برمي في جدول التوتال سيل باي، هل كل البيانات موجوده في جدول السيل باي علشان اقدر استخدمها في جدول التوتال سيل باي؟ يعني كل البيانات ولا في بيانات ناقصه؟ زي ما استاذ احمد كده كان بيقول حالا، قال لك اليوزر اي دي مثلا، هل اليوزر اي دي موجوده في جدول السيل باي عشان اخدها احطها هناك؟ مش موجوده، صح كده؟ مش موجوده، لان انا طب ما دي هتعمل لي مشكله. طب المخزن الاس سي اللي هو الكاستمر، العميل والعميل والراجل الكاستمر والسبلاير اللي هو المورد والعميل، هل موجودين في الجدول الاولاني علشان تعمل لي تحل لي المشكله دي؟ اجيبهم منين؟ يعني انا بعمل تريجر دلوقتي، هل البيانات مستوفيه عندي علشان اعمل القصه دي؟ حد يقدر يقول لي البيانات مستوفيه مش مستوفيه؟ صح كده؟ ليه؟ لان انا ما رميتهاش في جدول معايا. فانا عندي حل من الاثنين. الحل الاولاني ان انا ارميها، وده كده طبعا غلط جدا، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. ان انا ارمي السيل، انا ناقص لي اتنين، الراجل ده اليوزر اي دي اللي عمل العمليه، والراجل اللي هو السبلاير او الكاستمر اللي هيشتري او هيبيع، صح كده؟ اللي هيبيع لي او يشتري. يبقى الاثنين دول مش موجودين عندي، الاثنين دول مش موجودين عندي. اذا انا دلوقتي عندي مشكله في التريجر، عندي مشكله في الحته بتاعه التريجر. الحته دي ايه المشكله؟ المشكله ان انا في ناقصين بيانين ناقصين. طيب عشان يبقى في حاجه زي كده يا شباب، عندي حل من الاثنين، يا اما املاهم في جدول الايديت ده، ازود في الدين هنا وهنا، يبقى انا خسرت الداتابيز اللي انا منظمها
واعملها على نصين. طب ما انا خلاص لو انا رميتها هنا يبقى مش محتاج التاني خلاص. ما هو ايه اللي ناقص يعني؟ ناقص ايه؟ ما انا ليه عامل ده هيد للفاتوره؟ واخدين بالكم يا شباب؟ فاذا انا هنا القصه كلها ممكن مش محتاج ان انا اعمل، مش هينفع اشتغل بالتريجر بالطريقه دي. الحل التاني ان انا اشتغل بالبروسيجر. ايه البروسيجر بقى يا شباب؟ البروسيجر دي حاجه اسمها اجراء مخزن. اجراء مخزن يعني ايه اجراء مخزن؟ شفتوا العمليات اللي انا عملتها هناك؟ هي العمليات، كم عمليه اللي انا عملتهم هناك انا هعملهم في البروسيجر بس بطريقه تانيه. تعالوا نفهم البروسيجر دي عباره عن ايه. هقول له والله البروسيجر دي، واحد بيقول لي انا عايزك تعمل لي اجراء مخزن في العمليات اللي انت عملتها دي كلها. لما اقول لك حط لي البيانات دي في الجدول تروح تحطها لي في الجدول. حط لي البيانات في الجدول تروح تحطها لي في الجدول. ولكن البروسيجر فيه ميزه ان هو مرن. مرن يعني ايه مرن بقى؟ تعالوا نشوف بقى يعني ايه بروسيجر ونعملها ازاي. هنيجي على البروجرامابيلتي دي كده وستورد بروسيجر اهي، واقول له كليك يمين واقول له نيو بروسيجر، نيو ستورد بروسيجر، وامسح كل الكلام اللي قبل الكريت. محدش اتخض، كل الكلام ده كلام ايه؟ هنتات يعني بيفهمك. وامسح ده اللي هو في النص، وامسح ده. يبقى انا كده ما عنديش حاجه، هو نفس فكره التريجر، هي البروسيجر اهي. زي ما انتم شايفين كده هي ما فيهاش حاجه، هي كده كرييت بروسيجر وهنا از، هنا بيجن وهنا اند. خلاص يا شباب، طب تعالوا نشوف بقى ايه اللي احنا هنعمله. هاجي اقول لك انا هنا، هاجي اقول لك ايه؟ انا عايز ارمي في جدول ايه بقى؟ في جدول السيل باي. انا عايز ارمي في جدول السيل باي، ولما ارمي في السيل باي تاثر لي على المخزن وتعمل لي ايه؟ وتاثر لي على التوتال. تاثر لي على المخزن وتاثر لي على التوتال. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. نشوف هنعملها ازاي. يبقى انا هقول له انسيرت برضه، انسيرت واندرسكور عشان بس ايه اللي هو السيل باي، يعني نفس الاسماء عشان ما نتلخبطش. يبقى هنا انسيرت سيل باي ده، بس ده بروسيجر، ده بروسيجر مش تريجر. طيب البروسيجر بقى مختلف عن التريجر خالص. التريجر احنا اتفقنا ان بمجرد لا كليك يمين، احنا عملنا كليك يمين على البروسيجر اهو، كليك يمين وقلنا له نيو بروسيجر بس. خلاص يا شباب. ماشي. طيب يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي ايه يا شباب؟ عندي انسيرت سيل ده، انا عايز اضيف في جدول ايه؟ جدول السيل باي ده، صح؟ عايز اضيف، اعمل عمليه اضافه في جدول السيل باي. طيب يبقى انا هضيف ايه؟ ايه الفيلدات اللي انا هضيفها؟ هنا منه فيه الاول، بس الاول ايه الفرق بين التريجر والبروسيجر؟ التريجر يا شباب، التريجر بيفاير لوحده، يعني انا لازم ارمي بيانات في جدول وهو بيشتغل اوتوماتيك. البروسيجر لا، انا اللي بنده عليه. طب بنده عليه بيشتغل لوحده؟ اه بيشتغل لوحده. لما بنده عليه اقول له شغله بيشغله. طب هو لازمه ايه علشان يشتغل؟ لازمه بيانات. هو هياخد البيانات دي منين؟ انا ببعت له البيانات وانا بنده عليه، وهنشوف دلوقتي. ببعت له البيانات وانا بنده عليه. والبيانات اللي بتيجي دي باخدها ازاي؟ بستقبلها على صورة متغير زي ما احنا كنا بنستقبلها هناك، بس هنا هو وانا بنده ببعت له البيانات. فانا محتاج ايه؟ محتاج ده مثلا الاس بي تايب، الاس بي تايب، واقول له ايه؟ انت، صح كده؟ وهبعت له ايه تاني؟ هبعت له الديت، هبعت له الديت وانا هبعت له الديت، وهنشوف يعني ايه ابعت له دلوقتي. واقول له ده ديت، صح كده؟ وابعت له ايه تاني؟ ابعت له البيل نمبر، فانا محتاج ابعت له البيل نمبر. هنا ببعت براحتي بقى، محدش بيقول لي انت بتبعت ايه او بتستقبل ايه. هنا ببعت اللي انا عايزه واخدهم استخدمهم في المكان اللي انا عايزه. وهنا الستور اي دي مثلا، هنا كوما ات ستور اي دي، وهنا ايه الستور اي دي ده ايه؟ انت. وبعدين ببعت ايه تاني؟ ببعت الايتم اي دي برضو ده انت. هنا ما بقولوش ديكلير، خلوا بالكم انا ما بقولوش هنا ديكلير، بقول له ايه؟ بقول له ات على طول واروح عامل
لو البيانات قبل الاز انا مش محتاج اقول له ديكلير، دي البيانات اللي انا هستخدمها وانا بنده على كل البروسيجر. طيب هنشوف دلوقتي هنفهم. بعد كده عندي الكوانتيتي، خلينا ناخدهم كلهم بعدين نكتب مره واحده. برايس والتوتال. طبعا البرايس ممكن التوتال هنا انا مش محتاج ان انا احط التوتال، انا التوتال ده ممكن اشيله من الجدول ده خالص، بس ايه خلينا يعني زي ما احنا عملنا خلينا نكمل. بس انا ممكن هنا مش محتاج ان انا ابعت متغير لان انا ممكن اضرب ده في ده على طول، فخليني ما احطوش وانا بعمل انسيرت احطه عشان افهمكم برضو الدنيا بتمشي ازاي. هنا فلوت وهنا الفلوت برضو هنا، وهنا ات امسح ده، وهنا ات امسح ده. لغايه كده يا شباب انا بتحكم زي ما اتفقنا، بتحكم في البيانات اللي انا بحطها. هل في مشكله لو انا بعت بقيه البيانات؟ يعني ايه بقيه البيانات يا باشمهندس؟ يعني انا محتاج هنا شويه، مش انا محتاج فيلدين كمان، محتاج ده، محتاج ده، ومحتاج ده. طب ما ابعتهم كمان، حد يقول لي ما تبعتهمش؟ طب يا عم اهو، يلا يا عم اهو ابعتهم وانت جاي عشان انا هستخدمهم كلهم بقى. ما خلاص، ما انت بتبعت اللي انت عايزه. انت هنا كوما اي دي اهو، يبقى انا هنا مفيش اي قيود هتعطلني، مفيش اي قيود هتعطلني. يبقى انا هنا يا شباب عملت ايه؟ هنا جاهز ان انا استقبل اي عدد من البيانات. طب هستقبلهم ازاي يا باشمهندس؟ هروح واخد دي كده، لما اجي انده عليه هنده عليه منين بقى؟ من السي شارب او من هنا. يعني انت هعمل كده، بصوا كده، واروح مديله القيم بقى، اقول له هنا التايب واحد مثلا، وبعدين اقول له هنا مثلا سي كذا، وهنا كذا، وبعدين كذا، هنشوف دلوقتي كوما كذا. يبقى انا البيانات بدخلها وانا بنده كده، بدخلها بيروح واخد البيانات دي ويروح حاططها في المتغيرات دي ويقول لي استخدمها يا عم. خش بقى اكتب الكود اللي انت عايزه واستخدم المتغيرات اللي انا بعتها لك وانا بنده دلوقتي. وانا بنده الترتيب زي ما انت عايز، والادخال زي ما انت عايز، زي ما انت عايز رتب. ولكن لما تيجي تستخدمهم بقى انا هستخدمهم. يعني انا الترتيب هنا مش هيفرق معايا، ولكن الاستخدام هو انا بنده بقى وانا بعمل انسيرت بقى بنده. هنشوف دلوقتي هنعمل انسيرت ازاي. خلاص شباب كده، يبقى انا كده استقبلت ايه المتغيرات اللي انت عايزها. حط لي 20 متغير، حط لي 100 متغير، وانت اعمل اللي انت عايزه بقى تحت. خلاص يبقى احنا كده ايه جاهزين او بعتنا الحاجات دي. انا هنا بعت، خلوا بالكم بقى من الحته دي، انا بعتها هنا كام مره او هقول ده كام مره؟ هي مره واحده. بصوا بقى هيأثر لي على كام جدول. انا هشتغل هنا بقى اعمل ايه؟ بصوا بقى اعمل ايه اهو. هاجي اقول له والله دلوقتي اعمل لي بقى الاول انسرت في السطر ده، اعمل لي انسرت في الجدول ده الاول اهو. بصوا انسرت انتو، انسرت انتو، واقول له كده سيل بار، واقول له ايه؟ احط له بقى الفيلدات بتاعتي، احط له الفيلدات بتاعتي. ولا انا برضو ممكن اختصر لكم عشان بس ايه للتسريع يعني اهو كده سكريبت، لو انت عشان ما تكتبش كتير تو، وتقول له كليب بورد. كليب بورد ده يعني الكنترول سي اهو، واروح عامل كده اهي. كده الفيلدات كلها نزلت اهي زي ما انتم شايفين. انسرت الفيلدات كلها نزلت، وممكن امسح دي بقى خلاص مش محتاجها اهي. جمله الانسرت نزلت. ممكن انا ارفع دول بقى خلاص. واخدين بالكم ده الاختصار بس والتسريع اهو واهو، او تسيبوها كده زي ما انت عايز بقى الشكل اللي انت حابه يعني اهو. بدل ما اخدها كوبي واقعد احطها اهو كده، انا خدت ايه البتاع كله في سطر واحد. او بعد كده ان شاء الله باذن الله لما تشتغل بقى صنع الاكواد ما بيخليكش تعمل الكلام ده بقى ان شاء الله خالص. ماشي. الفاليوز بقى انا همسح الفاليوز دي خالص، انا هحطها بقى بالترتيب. تعالوا بقى نشوف الفاليوز دي. كل واحده احط قدامها اللي جاي من بره، ما انا جايب دول من بره، يبقى انا المتغير الاولاني ده هحطه قدام الاولاني اهو، ده قدام ده، وده اهو ده المتغير اللي جاي من بره برضو قدام ده، وده قدام مين؟ قدام ده اللي هو ده تاني. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب يبقى هنا ايه؟ وده قدام ده اهو. ولو خدتهم وعملت ات كان ممكن برضو كنا انجزنا، بس انا يعني ايه ماشي معاكم واحده واحده عشان الناس ما تتلخبطش قوي يعني. طيب يبقى احنا كده كوانتيتي اهو، وادي الجدول كده الاولاني قرب ايه؟ قرب يخلص، والبرايس. طيب هنيجي بقى للحته بتاعت التوتال، عشان عايز ارمي توتال هعمل ايه؟ هروح جايب ده
لازم ترتيب في الفاليوز بقى، لازم ترتيب في الفاليوز، لان ده هو بيحط ده قدام ده، ده قدام ده، ده قدام ده، فلو انت غلطت هيبوظ لك الدنيا. لازم ترتيب في الفاليوز. باجي هنا بقى اقول له ايه، اضرب لي الكميه في السعر، عشان هو ما يحسبش انا بقى. ممكن كده ما اعتمدش على البرنامج، يعني انا هناك كده ما بعتمدش على البرنامج، انا كده بعتمد على الداتابيز. ضرب لي الكميه في السعر، حتى لو البرنامج ضرب غلط او عمل غلط، لا انا باخد الكميه في السعر. برضه حسب شغلك، ممكن انا اعمل نسبه، ممكن اعمل ضرايب، ممكن اعمل اي حاجه، فانا برضه ايه، حسب شغلك. انا هنا عملتها من خلال البروسيجر، ممكن انا اخدها، لا انا اقول له عايز توتال، والتوتال اللي يجي لك خده، ممكن زي ما انت عايز. خلاص يا شباب كده. طيب سيبك من جودي، جودي جاي مع الانسرت. طيب كده بالمنظر ده انا ممكن اقول لك ان انا خلصت، ممكن اخلص البروسيجر على كده. لو انا قلت له كرييت، بص ماشي، هو زعلان عشان الاسم ده تقريبا عشان مسمينه في التريجر، فهو انا كده اتلخبطت. فتعالى ايه، خليها بروسيجر، نحط اولها بس بي او ار اندرسكور، عشان يبقى ايه، ده بروسيجر معروف يعني. خلاص. طيب يبقى انا كده البروسيجر يا شباب اهي، البروسيجر اهي كده، انا كريت البروسيجر، كريت البروسيجر. طيب تعالوا نجرب الجزء الاولاني ده ونشوف هينفع ازاي والدنيا هتمشي ازاي. يبقى البروسيجر دي هتعمل ايه، هتعمل لي انسيرت في جدول الايه، في جدول السيل الباي سيل او السيل باي. خلاص، هستخدمها ازاي بقى، اهو كوبي، واروح في برنامج السي شارب، او هنجرب طبعا هنا، بس انا هروح في برنامج السي شارب بقى، هقول له والله رن لي البروسيجر دي، وانت بترن خد بقى معاك دول بقى، اللي هو مشتريات واحد، ده الشراء، وخد معاك التاريخ اللي هو مثلا، خلينا نجرب فاتوره بتاريخ النهارده 21 10 17، وخد معاك الفاتوره رقم واحد اهو، ده رقم واحد. المخزن احنا عندنا رقم اتنين، مخزن اتنين، وهنا الايتم 6، وهنا الكمية بتاعتك اللي انت داخل بيها، مثلا الكوانتيتي مثلا سي 10، وهنا السعر 20، وهنا ايه بقى اللي جاي ده ايه، هل التوتال؟ لا، لازم احط عدد المتغيرات اللي انا داخل بيهم. يعني انا هنا برايس، انا وقفت لغايه البرايس، لازم احط ده واحط ده حتى لو مش هستخدمهم. يعني انا هنا مش مستخدمهم بس انا كاتبهم فوق، يبقى لازم عشان ينفذ لازم ياخد ده وياخد ده. انا عندي هنا كاستمر، انا مش عارف احنا رابطين صح ولا رابطين غلط، فخلينا لازم نحط كاستمر عشان يقبل لو احنا رابطين، يعني مش عارف رابطين ولا لا، بس يعني خلينا نعتبر ان احنا رابطين، ونحط هنا ايه، كاستمر نيم محمد مثلا، محمد، وهنا الموبايل مش مهم، والادرس هنا طيب خليها واحد، وهنا الستاتس خليه واحد، وهنا احمد مثلا عشان بس ما يقفلش معايا، وهنا اتنين ستاتس اتنين، وهنا واحد. ايه بقى ده، ده واحد مشتريات، واحد مورد، واحد ايه، واحد كاستمر عميل. بس واحد مورد واحد عميل عشان بس يقبل، بس ايه، ياخد معانا. يبقى هنا عندنا واحد، طبعا ده هنا كاستمر خليه واحد، والتاني نخليه يوزر اي دي خليه واحد، نحط يوزر برضو، محتاجين يوزر مثلا حسين، معرفش احنا عاملينه ليه كده بس ماشي، خلينا ايه تيست بس. خلاص يا شباب، يبقى انا لازم املى كل المتغيرات دي، لازم املاها وانا بنده. يبقى انا هبعت ايه يا شباب، هبعت دول بس، هبعت دول بس اللي انا محتاج ان انا ابعتهم، شويه البيانات دي. لو انا بعتهم هيحصل ايه، هيقول لي 1 رو افكتد اهو، 1 رو افكتد. طبعا احنا التريجر ما وقفناهوش، التريجر ما وقفناهوش، فهو اشتغل على التريجر برضه. فهو بمجرد ما انا رميت ده هو اثر. طبعا انا مش هعمل تريجر وبروسيجر على نفس الموضوع، لازم اوقف التريجر. تعالوا نشوف المنظر بقى عامل ازاي، وبعدين ايه نكمل. نقفل ده، خلينا نشوف هنا الجدول رمى ولا ما رماش الاول اهو. هنلاقي 17 10 فاتوره رقم واحد، المخزن والكوانتيتي والكميه، والدنيا ايه ماشيه زي الفل. خلاص. طيب الكميه، جدول الكميه طبعا هو ده التريجر اللي عامله اهو، رمالي 10 و30، وهنا قصدي ال 10 اترمت، وهنا التوتال هتلاقي ايه الدنيا ايه برضو ماشيه هنا ايه، ده ما اتمسحش فعلا، وده ال 200 ايه نزل. طيب كده كلام جميل جدا. حد عنده مشكله كده، يبقى انا البروسيجر استخدمته ان انا عملت جمله انسيرت في ايه، في الجدول الاولاني. ماشي. طيب في اي مشكله كده ولا نكمل؟
ماشي. طيب يبقى احنا كده اول مرحله خلاص تمام. عايز انا اعمل ايه بقى يا شباب؟ عايز الجدولين التانيين هاثر عليهم في نفس المكان. هوقف بس مبدئيا، هوقف البروسيجر بتاعتي، التريجر بتاعي ده هوقفه، التلاته هوقفه. ماشي، ديسيبل. ماشي خلاص، ديسيبل وديسيبل. ماشي كده التريجرات ايه؟ وقفت. هاجي على الانسيرت عشان ما اكتبش بس الجمل تاني. هاجي على الانسيرت واقول له ايه؟ هقول له والله انا عايز اعمل جمله السم اللي هو بتاع الابديت، الجزء اللي هو الجزء ده. خلينا في الجزء بتاع التوتال ده، هناخده كده كوبي وناخده كوبي وهنحطه هناك عشان بس ايه، هو نفس اللي احنا عملناه هناك، وننزله ونفهم بقى. هيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك والله دلوقتي انا عايز اجمع الفاتوره. هجمع الفاتوره. طب هتجمع الفاتوره ازاي يا عم؟ هجمع الفاتوره بدلاله الناس اللي انا مدخلهم. برضه انا مدخل متغيرات، المتغيرات بتاعتي دي فيها كل البيانات. فانا هقول له ايه؟ برضه هنا نفس المتغير اهو، والديت اهو، التاريخ اللي انا شغال بيه اهو. خلاص انا هاخده من هنا من المتغير، وهنا الرقم الفاتوره واخدها من هنا. يبقى انا المتغير ده بس مش عندي، صح؟ انا هنا محتاج ان انا مش مدخله بقى، لا، المتغير ده انا هسلكته بايدي. يبقى انا ممكن اعمل له ديكلير برضو واحطه هنا، لان المتغير ده داخلي، انا مش هعمله بره، يعني انا مش محتاجه بره. فانا هنا جوه البيجن، جوه البيجن مش محتاج ان هو يدخله لي، ده اجمالي الفاتوره. انا هحسبها هنا، واخدين بالكم؟ هحسبها فين؟ هحسبها هنا فلوت، برضو فلوت، اعتقد فلوت، مفيش مشكله. يبقى هنا ده خلاص انا جمعت ايه. خليها بس بالان از نل عشان نشتغل صح بقى اهو، وخليها كوما. دايما نعملها از نل وكوما في الصم هنا عشان لو ايه، لو يعني تحسبا ان يكون في مشكله. يبقى اول حاجه لتجميع الفاتوره خلاص عملناها. تجميع الفاتوره ايه؟ خلاص عملناها، عشان لو عايز يجمع هيجمع الفاتوره اللي انا شغال عليها. خلاص شباب. طيب الكاونت، كاونت انا برضو ممكن اديكليرها هنا، برضو هي ديكلير واحده خلاص، واقول له انت عشان يكاونت. يبقى هنا برضو هنا تي اس ديت دي، ده انا كده كده مدخلها اهي، بس هغير اسميها تي اس ديت خلاص. يبقى انا كده عملت النل وعملت الايه، الكاونت. وتي اس ديت انا هاخدها اغيرها. طيب يجي هنا بقى هتلاقي كل حاجه برضو زي الفل. ليه؟ لان انا خلاص عملت الجمل، هي الجمل هي انا عملت بنفس الآلية، بس بدل ما اعملها في التريجر عملتها في البروسيجر. يبقى البروسيجر بتاعتي دي هتعمل نفس اللي التريجر عمله، بس هنا هعمل ايه بقى؟ هستفيد ايه بقى؟ هستفيد الاتنين اللي انا بعتهم المره دي في الكود. هستفيد الاتنين اللي انا بعتهم في الكود المره دي. فانا هنا هعملهم في الانسيرت، هاخدهم هنا في الانسيرت يا شباب واشتغل عليهم. بالظبط كده. هنكمل بقى بقيه البيانات اللي انا ما كنتش عارف اكملها هناك، لان البيانات بقت كامله عندي خلاص. بقت البيانات ايه؟ كامله عندي. فانا يهمني دلوقتي ده اهو، انسيرت انتو ده اهو، وقفت التريجر، واقول له انسيرت والايه والاي دي. يبقى انا حطيت الاثنين اللي ناقصين، وهاخدهم منين بقى؟ هاخدهم من البيانات اللي انا باعتها اهو. زودهم بقى، زودهم هنا كده يا باشمهندس، ايوه اهو واهو. يبقى انا كده ايه؟ استفدت بيهم اللي انا جايبه. يبقى انا كده ما عنديش بيانات ناقصه. طبعا البرنت والكلام ده ايه، هنبقى نظبطه في البرنامج واحنا شغالين يعني ممكن ابقى احطه رقم العدد ممكن ازوده كل ما يطبع، يديله واحد يزوده واحد، ده لما نيجي نشتغل. انا عايزك بس تفهم البروسيجر واحنا ليه استخدمنا البروسيجر. هنملى كله ان شاء الله واحنا شغالين. خلاص شباب. يبقى انا كده استفدت ايه؟ زودت السورس اي دي واليوزر اي دي. طب افرض هو عدل عليهم، هل ممكن يعدل عليهم؟ اليوزر اي دي في الغالب مش هيقدر يعدل عليه، او حسب شغلنا بقى. بس السورس اي دي يعني الكاستمر هل ممكن يعدل عليه؟ ما بتهيأليش، ما ينفعش يضرب فاتوره ويعدل على الكاستمر. مش يعني لما نيجي نجربها واحنا شغالين. بس اعتبرها دلوقتي مش موجوده في ايدينا ان احنا نقبض عليها، يعني في ايدينا ان احنا نغير ده او نغير ده، في ايدينا. بس لما نيجي نشوف البيزنس نفكر فيه مع بعض. خلاص واحنا شغالين بقى. خلاص شباب. يبقى انا كده استفدت بايه؟ بالاثنين دول. استفدت بالاثنين دول. طب ده كلام جميل قوي. حلو كده لغايه كده. حلو. تعالوا نجرب الجزء ده. تعالوا نجرب الجزء ده ونشوف كده هيعمل معانا ايه. طبعا التر، لان انا بعملها كرييت مره وبعد كده بعمل لها التر. هنعلم عليهم كده ونقول لهم ايه؟ اكسكيوت. يبقى كده تمام. طيب بقى نجرب. خلينا نعمل فاتوره 2 عشان بس ايه
ما نعملش فاتوره نفس الفاتوره، نشتغل على فاتوره 2 ونخلينا اغير الارقام شويه. خلينا هنا نقول له 100 بقى، خليها مثلا 18، رقم كده مختلف شويه. 18 في 20 خليها في 10 خلاص عشان تبقى سهله، وخلاص هو هيجمع الباقيين. خلاص اهو شايفين انتوا باعتين ايه؟ انتوا واخدين بالكم البرنامج بيبعت ايه يا شباب؟ هل في كود مكتوب في البرنامج ولا انا بعت البرنامج بيبعت السطر ده بس؟ طب هل لما البرنامج بيبعت السطر ده يبعت شويه الداتا دي، هل الداتا دي تقيله على البرنامج؟ يعني وانت بتنقل شويه المتغيرات الحلوين اللي قدامك دول، هل في اي داتا تقيله؟ لا مفيش داتا تقيله يا شباب. فخلوا بالكم ان العمليه دي هتوفر معاك وقت مش ملوش حل. انت الاول كنت هتعمل ايه؟ كنت هتعمل الانسيرت ده لوحده من البرنامج بتاعك، وبعدين تسلكت ده لوحده تجيب الاجمالي، وبعدين تكاونت ده لوحده، وبعدين تعمل ده لوحده، كل واحده لوحدها. خلاص يا شباب. طيب يبقى احنا كده ايه يا شباب؟ نرن ده وتعالوا نشوف المنظر عامل ازاي. احنا كده عملنا الاكسكيوت. لا خلاص احنا قربنا نخلص، ناقص لنا بس الحته بتاعت المخزن. تعالوا نشوف بقى المنظر هنا عامل ازاي. نشوف الاول في جدول الاولاني اهو. اهو فاتوره 2 8 18 10 اهو. رمى ايه؟ رمى يا شباب زي الفل. هو رامي، الراجل رامي ورامي كل حاجه 100 100 صح كده. تعالوا بقى نشوف التوتال. التوتال عامل ايه؟ اهو رامي برضو وايه، وحاطط 2 وحاطط 180 وحاطط 1 وحاطط 1. يبقى انا كده يا شباب قدرت من خلال البروسيجر اللي انا عملتها الحلوه اللي انا عملتها دي اثر على كل ايه. ادي الجدول الاولاني، واعمل انسرت في الجدول الاولاني، واعمل انسرت في الجدول ايه التاني. طيب تعالوا نكمل. ناقص لنا الحته الصغيره الجميله دي اهي. طيب كذا هناخد برضو دول هم دول ما فيهمش تغيير كتير خالص، هو نفس الكلام. ولكن هنا كوانتيتي اعتقد ما فيش تغيير خالص كمان. يعني هنا ما فيش تغيير خالص، لان انا المتغيرات دي هي عندي اصلا. يعني الكوانتيتي دي جايه والستور جايه والايتم جايين اصلا في البروسيجر. يبقى انا هعملهم كده واروح ايه، اروح اعمل التر التيبل. في عندي هنا غلط. ايه اللي غلط؟ variable item id احنا عاملينه ايه؟ item id اهو ماله. must be declare scalar scale. فين item id اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا كنت عامل مش عارف ايه اللي غلط يعني. هو كانت الدنيا معلم على حاجه غلط او مش عارف. هو شغال اهو الدنيا حلوه. خلاص شباب يبقى انا كده ايه كرييت و لا مش سطر واحد من الفاتوره. ما هي اجمالي الفاتوره اهي. اجمالي الفاتوره احنا كنا واخدينه. هو بيجيب اجمالي، بيجمع بالديت تاريخ ورقم الفاتوره، بياخد الرقم. هنحط سطر تاني دلوقتي، هنحط سطر تاني حاضر. ماشي يا شباب. يبقى انا كده عملت ايه يا شباب؟ عملت اهو زي ما انتم شايفين. خدت الحاجه من هناك وابديت اف كان واحد نفس اللي احنا عملناه هناك. يبقى انا هنا 3 حاجات عملتهم في بروسيجر واحد. 3 حاجات في بروسيجر واحد. وبعت لهم ايه بقى؟ بعت لهم سطر واحد اهو. خلينا نلعب على صنف تاني ونقول له مثلا هنا 6، ونقول له في 20 يبقى كام؟ 120. هو هيحسب لوحده. خلاص محترم، والله محترم. خلاص يا شباب يبقى انا كده ايه، دي الفاتوره سطر تاني اهو عشان البروسيجر ما يزعلش. البروسيجر اهو مش هيزعل ان شاء الله. خلاص. يبقى انا دلوقتي عملت على السطر التاني وهبعت ايه. انا عايزكم بس تفهموا الحته دي اهم حاجه. ببعت السطر ده والداتابيز بتعمل كل الشغل. لو انا جيت اكسكيوت كده، بصوا 1 رو ايه، 1 رو افكت 1 رو افكت 1 رو افكت. سجل عمل في 3 جداول. تعالوا نشوف بقى المنظر عامل ازاي كده اهو. بصوا بقى ادي التانية اهي كمان اهي. 6 6 في 20 ب 120. رمالي ال 120 زي الفل. التوتال بقى، التوتال اهو عمل لي ايه بقى؟ 300. 300 دي جايه منين؟ جايه من السطرين اللي انا عملتهم ال 180 وال 120.
180 و120 رمي لي ايه 300 اهو، الفاتوره عامله 300. والكميات هتلاقيها برضو ايه ان شاء الله اتظبطت اهي، ادي 10 وادي الستة اللي انا لسه ضايفها دي، والعشرة اللي انا لسه عاملها اللي هم قبلها، ادي العشرة اللي أنا. يبقى انا كده يا شباب خلاصة الكلام، البروسيجر ده اختراع ملوش حل، او اختراع تقدر تعمل بيه اي عدد من العمليات جوه البروسيجر الصغير ده. وانت كده وفرت مش 3 عمليات بس، وفرت بتاع 5 6 عمليات جوه البروسيجر ده. يبقى البروسيجر ده احسن حل ان انت تنقل داتا من مكان الى الداتابيس بتاعتك، وهو ده اللي في الغالب هنشتغل بيه يا شباب ان شاء الله في شغلنا، وهو ده اللي احنا هنتعامل بيه في كل اللي جاي. لان البروسيجر ده اللي انت بتظبط بيه كل شغلك على الداتابيز الاول، وبعد كده تنده على الشغل. انا عايزك تتخيل معايا، عشان في ناس بتحب اللينك، ولكن انا ولا لينك ولا ادو داتابيز لا يعلى عليها. انا ببعت السطر ده بس يا شباب من السي شارب، ببعت السطر ده بالسي شارب، وما بعملش اي حاجه على السي شارب تاني. انا ما بعملش اي حاجه على السي شارب تاني، انا بعمل كل شغلي في البروسيجر مفيش اي لينك ولا اد ولا اي حاجه. انا ببعت الاد، وطبعا ده بيبقى ادو بس ايه هو السطر ده مفيش غيره. ببعت ال3 متغيرات دول من البرنامج بتاعي في صفحه صغيره تقدر تأصل لي على 3 جداول ومخازن وخزنه وكل اللي انت عايزه تحطه هنا في الكلمتين الحلوين دول. كده يا شباب انا خلصت البروسيجر يعني ايه والتريجر يعني ايه، وهنبدأ بقى نشتغل ان شاء الله من المحاضره الجايه، نظبط برنامجنا ونقفله. هنبدأ نجهز بقى ونتعلم مع بعض. هنقفله على الداتابيز الاول، وبعد كده هنشتغل على السي شارب على طول، ونتلاقوا بقى كود في السي شارب. مفيش كود اصلا، الموضوع هيبقى بسيط جدا وهيبقى سهل وهيبقى صغير. علشان كده انا اهتميت بالداتابيز وقعدنا 11 محاضرة نتكلم عن الداتابيز. كده يا شباب انا خلصت. تقدروا بقى لو حد عنده اي سؤال، اللي عايز يتفضل يتفضل، خلاص انا خلصت. ولو حد عنده اي سؤال انا معاكم لغاية لما ايه نوصل للاحتراف مع بعض ان شاء الله، ولغاية لما تزهقوا مني. كود البروسيجر في السي شارب، حاضر. بس خلينا لما نيجي نشتغل، هو ادو يا استاذ احمد. ادو عادي، انت بتقول له اكسكيوت زي ما اتعلمناها قبل كده، يعني اكسكيوت ريدر واكسكيوت نون كويري، هو نفس الكلام. انا شايف الناس تعبت تعبت النهارده، مش قادره محدش قادر يسأل حتى. عيوبها مفيش عيوب خالص. بص قصه البروسيجر دي ملهاش عيوب خالص. ماشي، اتفضل يا استاذ معز. يعني انا من وجهة نظري انا ما بشتغلش غير كده يا شباب. يعني انا شغلي كله بروسيجر، كل شغلي بروسيجر. حاضر، هشرح ايه الفرق بين التريجر والبروسيجر سريعا. حاضر. لا انا ببقى سعيد جدا وانا معاكم، والله انا فعلا سعيد جدا وانا معاكم، وبحاول اطلع كل اللي عندي واكتر شويه، وبقعد اذاكر لكم والله عشان خاطر الناس تبقى يعني توصل لمرحله محترمه يعني. اعتقد ان انتوا وصلتوا لمرحله كويسه بعد المحاضرتين دول، وان شاء الله اللي جاي هيبقى بقى التطبيق العملي هيخليكم بقى تفهموا الموضوع اكتر واكتر، وكده واحده واحده هتبقى اسهل من اللي قبلها، وخلاص هتفهموا وتعملوا انتوا برنامج بقى وتنطلقوا. بس ما تنسوش تدعوا لي بقى لما تعملوا برامج كبيره كده، ما تنسوش تدعوا لي. اه، قفز الارقام دي ليها ابديت بتتعمل، بس انا مش فاكرها. لو تبعتوا لي بس تفكروني بيها اجيبها لكم المره الجايه، اللي هي الارقام دي القفز دي ليها جمله ابديت عندي في الشغل، فهجيبها لكم بس عشان طبعا مش فاكرها، ما بعملهاش كتير غير لما اجي اشتغل اول مره بس. فهحاول اجيبها لكم واقولها لكم. حاضر. لا، المحاضره الجايه مش ربط داتابيز بالمشروع. المحاضره الجايه هنشوف مشروعنا محتاج ايه في البروسيجر والتريجر، وهنستخدمهم ازاي على الداتابيز ونجهزهم. يعني احنا عملنا معظمهم، بس لو في حاجه ناقصه ولا حاجه هنقفلها مع بعض. انا هقعد احضر لكم بقى نراجع ده، ونقفل البروسيجر والتريجر اللي على الداتابيز بتاعتنا علشان نبدا في المشروع على طول ان شاء الله. يعني ممكن المحاضره الجايه نقفل شغلنا، والمحاضره اللي بعدها نبدا على طول المشروع، وهتلاقي المشروع بقى سهل. لان المشروع زي ما انت شايف كده هيبقى بروسيجر اهو. شايف انت جوه السطر ده، هو ده المشروع اللي احنا هنعمله. هو كده خلص خلاص. شايف؟ استاذ ناجح بيقول حاسس الموضوع غريب عليا. ما هو غريب على الناس كلها والله يا استاذ ناجح، غريب عليا انا كمان، حاسس ان انا برضو مش
لا لا مش غريب، غريبة للشيطان يا استاذ ناجح، بس هو عشان بس اول مرة انت تسمع عن الكلام ده خالص يعني، فالموضوع تحس ان هو لا جديد بالنسبة لك. لكن عايز اقول لك على حاجة، انت لما انت تاخده بالمنظر ده غير الشغل الاولاني. الشغل الاولاني فيه عك كتير. يعني الشغل الاولاني لو انت شفت غير البروسيجر ده، هتقعد تعمل ابديت وتعمل انسيرت وتجمع وتاخده عندك وتاخد البيانات، هتلاقي نفسك بتعمل 100,000 عملية على السي شارب، وده مش صح من وجهة نظري، مش صح. بيبطئ الدنيا ويقلل العمل، يزهق البرنامج نفسه بيزهق، والدنيا تبقى تقيلة وحاجات كده كتير. ما انا قلت لك يا استاذ عثمان، ان شاء الله معايا هتتبسط باذن الله. ما انت اول مرة، انا عارف والله. الناس اللي عانت هتحس بالفرق الكبير قوي. اه حاليا وقفنا التريجر واستخدمنا البروسيجر. التريجر واقف اهو يا شباب، التريجر عشان بس اهو ديليت عليه سهم احمر كده يعني واقف. لا بنستخدم الاتنين سوا حسب الحاجة اللي انت بتعملها، حسب الحاجة اللي انت بتعملها. لو انت بتعمل عايز تستخدم الاتنين سوا، ممكن تستخدم الاتنين سوا. عايز تستخدم ده لوحده وده لوحده، مفيش مشكلة، بس حسب الحاجة. يعني انا مثلا هنا الابديت بتاع الابديت ممكن يتعمل بالتريجر. هيبقى ممكن يتعمل بالتريجر عشان انت عندك ديليت وعندك انسرتد. لو انت ما عملتش الابديت بالتريجر، هتضطر هنا تبعت الديليت، هتبعت متغير تاني اللي هو اللي موجود اصلا، فهتضطر تسلكته الاول وتبعته معايا عشان اقدر امسح واحط، واخد بالك. فانت ممكن تخلي الجزء بتاع التريجر الابديت، ممكن تخليه تريجر وتخلي دول ابديت عشان الحته دي، واخد بالك، لان الابديت مش هيبقى عليه ابديت على اليوزر. يعني هنشوف واحنا شغالين هنشوف. وبعدين عايز اقول لك الموضوع مرن. يعني ايه مرن؟ يعني حضرتك ممكن تقول لي لا انا عايز اعمل دي تريجر، واحد يقول لك لا انا عايز اعمل دي ابديت بروسيجر. مفيش صح ومفيش غلط، انت حسب استخدامك او الانسب من وجهة نظرك بتفرق. يعني ايه؟ يعني انا البروسيجر دلوقتي مثلا، لو انا شغلتها، لو انا ما ناديتش عليها، انا ممكن احط الجدول في ايدي، يعني احط بيانات دي في ايدي بايدي. لو انا حطيت البيانات بايدي هنا، مش هتاثر على بقيه الجداول. يعني أنا عايز اعمل سطر مثلا ما بيأثرش على بقيه الجداول، مثلا انا بشتغل كده، انا شغلي كده، عايز اعمل حاجه مع نفسي، فمش هيأثر على بقيه الجداول. لكن لو انت مشغلها تريجر، هيأثر اوتوماتيك. فهل انت عايزه اوتوماتيك ولا عايزه ان انت تشتغله؟ برضه ده حسب الحاجه. بس انا مش هقدر اقول لك ان البروسيسور والتريجر ده الشغل ده بس، لا، في حاجات كتير. يعني انا في شغلي مثلا في شركه الكهرباء مثلا، انا في حاجات ببقى عايز اعملها على الجدول بايدي، واخد بالك. في حاجات بايدي كتير عايز اعملها على الجدول، مثلا انا بعمل جمل ابديت مثلا، بحدث بيانات، بعمل حاجه، باخد بيانات على جنب عشان اعمل عليها حاجه تانيه، فمش عايز التريجر يشتغل مثلا، فهخليها بروسيجر. خلاص انا بروسيجر. وبعدين في ميزه تانيه يا شباب، خلوا بالكم. التريجر والبروسيجر، ليه البروسيجر اكتر انتشارا او اكتر استخداما؟ يعني البروسيجر ممكن يشتغل على اكتر من سطر. يعني انا هنا ممكن اشتغل على اكتر من سطر مره واحده. يعني انا هنا ممكن البيانات دي تاثر لي مثلا على 5 سطور مره واحده. عايز مثلا امسح فاتوره مثلا، فممكن ابعت بس رقم الفاتوره والتاريخ وامسحها. لكن التريجر مش هيعمل كده، التريجر بيشتغل سطر سطر. يعني التريجر بيفاير امتى؟ لما اعمل مسح، فانا همسح سطر سطر عشان يفاير. واخدين بالكم يا شباب؟ هي ليه حل تاني، بس يعني ايه، خلينا دلوقتي ايه، ده من احد عيوب التريجر، يعني ان انا بشتغلها لو انا بعمل بالك مثلا، عمليات كذا عمليه مع بعض، هو هيشتغل على سطر سطر، فلازم انا امسح سطر سطر او ابعت له سطر سطر. واخدين بالكم؟ طيب انا كده خلصت واحده واحده برضو يا شباب، مش عايزكم ايه تحسوا ان الموضوع غريب زي ما استاذ ناجح كده حاسس. برضو لما نيجي نشتغل بايدينا في البرنامج نفسه، الموضوع هيوضح اكتر، هيوضح اكتر. اه بالظبط، البروسيجر زي ما استاذ كده حازم بيقول، البروسيجر بيشتغل على جدول نفسه. يعني انا بفاير لما اضيف في الجدول او لما اعدل في الجدول او لما امسح من الجدول. لكن البروسيجر انا ممكن ادخل شويه بيانات وهو يعمل اي حاجه جوه، انا بعمل اي حاجه جوه. ده كلام صح. واخدين بالكم؟ دي فرق. مش اسرع من التريجر. التريجر اوتوماتيك، بيشتغل اوتوماتيك بس على جدول واحد، اوتوماتيك على جدول واحد.
البروسيجر بيعمل اللي هو عايزه، اللي انت عايزه. هي البروسيجر فيه مرونه في الحته دي. يعني انت البروسيجر في الغالب احنا هنشتغل بروسيجر يعني، ولكن يعني هنا زي ما انت شايف كده انا دخلت حاجات مش موجوده في الجدول، في الجدول التاني. اذا انا ما كنتش اقدر اعمل العمليه دي اصلا بالتريجر. انا عمليه الاضافه دي انا مش هقدر اعملها بالتريجر لان مش هتوفي معايا. واخد بالك؟ الاثنين دول ما كانوش هقدر اجيبهم بالتريجر، لازم انا اعملهم بالبروسيجر. وفي الغالب انت معظم الحاجات هتبقى انت شغلك على ده، يعني في حاجات هتجيبها من بره، فانت مش هتقدر كل حاجه تستنبطها بالتريجر. التريجر ينفع امتى او بينفع في الغالب امتى؟ تتبع المسح مثلا، انا بمسح من جدول البيع، فانا نفس السطر ده عايز اخده من هنا احطه هنا هو، لان انا عايز اشيله من هنا بس اكون مخزنه قبل كده، عشان لو عملت تعديله، لو عملت مثلا تعديل فاتوره، لو عملت تعديل سعر، عملت تعديل مثلا، انا فاتح ده فبعمل ده، فعايز اعمل مرتجع، فباخد الجدول ده كوبي واروح راميه في الجدول التاني. يبقى انا كده ايه؟ بتتبع عمليه الحذف مثلا. واخد بالك؟ لا ليه لازمه. بص، ما انا هقول لك بقى ليه. ايه لازمته بقى؟ اللينك سهل، ان انت اللينك والانتيتي سهل ان انت تملى مثلا جدول زي الايتم مثلا. ده حلو في كده، انا هاخد الايتم احط له الحاجات واروح راميه هنا. الايتم ده مش هيأثر على حاجه، مش هيأثر لي على حاجه هنا، ومش هيتعمل كل يوم. واخد بالك؟ مش هيتعمل كل يوم، انا كل يوم مش هضيف صنف. ممكن اعمل كاستمر، ارمي جدول كاستمر، فمش محتاج ارمي بقى انسيرت انتو واكتب الجمله كلها. لا الانتيتي سهل في كده، 5 حاجات روح خدهم وحطهم وخلاص. واخد بالك؟ برضو هتشوفها واحنا شغالين. لكن الانتيتي مش حلو في ده، مش حلو خالص في ده. ده هنا احسن بكتير، الادو احسن بكتير، لان ده جدول حركه. انا هنا باللينك عمري ما هعرف اعمل اللي انا بقوله ده، او هعرف اعمله بس هيبقى صعب عليا ان انا اعمل ابديت وبعدين اعمل اف كان كذا واعمل، هكتب كود في السي شارب رخم، رخم وكتير. لكن انا مش محتاج، انا محتاج السطر ده بس. عشان كده بقول لكم يا شباب، هو الموضوع مش انتيتي وادو، هو الموضوع فكر، انا ده استخدمه امتى وده استخدمه امتى. عشان كده انا هشرح لك ده وهشرح لك ده. واخدين بالكم يا شباب؟ فهي الموضوع بتوزنه انت بذكائك بقى، فطنة المبرمج بقى، ده اعمله ازاي؟ يبقى دي احسن، لا دي احسن. واخدين بالكم يا شباب؟ انا بعلمكم كل حاجه وانت اللي هتقرر في الاخر. بالظبط كده، بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده. البروسيجر بيختصر علينا اللي لازم نشتغله بايدينا، والتاجر بيشتغل تلقائي اعتمادا على اللي دخلته او عدلته او حذفته. بالظبط كده، هو ده الكلام، ده الملخص. ما انت عندك حالتين بقى، انت كده الموضوع في ايدك يا استاذ خالد. الموضوع في ايدك. لو انت عايز تحط الشروط هنا، يعني انا عايز احط الشروط هنا مثلا، انا بقول له لو مشتريات او مبيعات، لكن افرض انت بتقول له لو قيمه مثلا صفر، انت هتعملها فين؟ هتعملها من خلال السي شارب. ليه بقى؟ لان انا مش هرجع للداتابيز. يعني انت مثلا شرط مثلا سي، انت مثلا بتجيب قيمه المخزن دلوقتي، او انت عايز تاثر على المخزن. واخد بالك؟ عايز انت تشوف مثلا حاجه معينه بتعمل عليها الشرط بتاعك بناء عليه. فانت عندك في الغالب الشرط ده ممكن يكون فين؟ ممكن يكون في الادخال. انا مدخل مثلا قيمه فاضيه، مدخل مثلا السعر فاضي، مدخل الكميه فاضيه، مدخل اي حاجه فاضية. واخد بالك؟ فانت بناء على كده هتقول له اف، فالاف دي تكتبها في السي شارب بقى. ولكن لما تيجي تبعت بيانات، انت بعتها وضامن او انت عايزها تتحط خلاص. انت عندك حلين، يا اما تحط الاف والشروط بتاعتك تحطها في السي شارب فعلا قبل البروسيجر، يا اما تخليها هنا. انا ممكن احط الشروط هنا، الشروط اللي انا عايز احطها هنا، والله من الاول خالص لو كان ده جاي مثلا فاضي، لا وقف بقى الكلام ده كله ما تعملوش. خدت بالك؟ فانا في ايدك، الموضوع في ايدك، ممكن تعمله هنا وممكن تعمله هنا قبل ما تخش على البروسيجر. اه ممكن ارفع البروسيجر على الكروت، دي فكره كويسه برضه، فكره كويسه. واحنا رفعنا اللي قبل كده ولا نسيتهم؟ عمال انا احط على الديسكتوب وما ارفعش حاجه، صح؟ كله موجود اهو. طيب ماشي، فكروني طيب يا شباب. ما رفعتش حاجه صح؟ بحط بس كده اوريكم بس منظر حلو، حلوين اهو، بس ما بعملش اي حاجه في الاخر.
طيب ماشي، شكرا. ايه تاني؟ فانكشن. فين الجروب اصلا؟ مقفول؟ استنى كده اشوف عشان بس ايه ما ننساش. تعالوا نفتح الجروب بسرعة كل حاجة عشان متزعلوش مني. عايزينه على انهي جروب؟ ماشي. طيب حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ على ما نشوف كده الجروب اهو. اهو يا شباب عشان بس ما ايه هقفل من هنا وانسى برضه تاني. هو ده انهي جروب؟ مش عارف. طيب ادي الجروب الاولاني وادي الجروب التاني عشان بس ايه يبقى احنا كده وفينا. ماشي خلاص كده يا شباب، اعتقد كده زي الفل اهو. ماشي، ايه تاني؟ اي حد عنده سؤال؟ يا رب يكون الشرح وافي، ويكون الشرح يعني الناس فهمت، ويكون الموضوع بسيط على الناس. انا عارف انها ممكن تكون في بعض الصعوبات لسه في اول طلعة، لكن يعني انا بعلمكم الصح من وجهة نظري، بعلمكم الصح وبعلمكم اللي هو هيريحكم بعد كده. يمكن انتم مستصعبينها نسبيا، لكن ان شاء الله هتتبسطوا بعد كده. لا مفيش تقصير ولا حاجه يا استاذ ناجح، انا برضو مش عايزك تقلق. يعني الموضوع مع الشغل هيفرق. انت مع الشغل انت بس خد فكره عن اللي انا بقوله ده، يعني عرفت يعني ايه بروسيجر ويعني ايه تريجر اعتقد. طيب زينب بتسال بتقول لك عايزين بس ملخص يا باشمهندس. حاضر. بص يا زينب، دلوقتي البروسيجر والتريجر، لحظه بس اجاوب على زينب وبعدين كده. البروسيجر والتريجر فرقهم ان انا عندي التريجر بعمل عمليه على جدول معين. يعني انا من البرنامج بعمل اضافه مثلا في جدول معين، بناء على الاضافه دي باخد البيانات دي واروح اثر على جدولين تانيين او 3 جداول او 10 جداول تانيين. يبقى لازم هو بيعمل اوتوماتيك، العمليه بينفذ الاوردر اوتوماتيك بناء على السطر اللي اتضاف او اتحذف او اتعدل. بمجرد ما اعدل سطر او اضيف سطر او احذف سطر، يبقى هو هيروح اوتوماتيك يعمل عمليات اللي انا قايل له عليها. ده التريجر. ماشي. البروسيجر ما هو الا كود مخزنه. لما اقول له اعمل مثلا كذا، افتح لي شهر جديد، يبتدي يأثر على كل الجداول بتاعت صفحه شهر جديد. يقفل لي شهر قديم، يقفل لي على 5 جداول بتوع الشهر القديم. يرحل لي الارصده، يرحل لي الارصده. صح كده؟ حلوه الحركات دي بتاعت الناس بتاعت المحاسبه. انا مش عارف بقول ايه بس هي حلوه، اكيد حلوه. طيب رحل الارصده، يرحل الارصده وهكذا. يبقى انا البروسيجر مجموعه اجراءات مخزنه بنده عليها في الوقت اللي انا عايزه وبتعمل الحاجه اللي انا عايزها. بنده عليها في الوقت اللي انا عايزه وبتعمل الحاجه اللي انا عايزها. مع الشغل يا زينب ما تلاقيش برضو، مع الشغل هيبان اكتر واكتر. خلاص بالظبط، باستخدامهم مع البرنامج السي شارب بالظبط. بس احنا المحاضره الجايه هنقفل الداتابيز، يعني هنقول ده مثلا محتاج تريجر، ده محتاج بروسيجر، ده محتاج. بس احنا عملنا المعظم. يعني هو الجدول الحركه هو ده اصعب جدول فيه حاجه في شغل، هو جدول الحركه ده. اقدر انقل اكتر من سطر في نفس الجدول في نفس الوقت على التريجر ولا على البروسيجر؟ بتتكلم على التريجر ولا على البروسيجر؟ لا، على البروسيجر. على البروسيجر تقدر تعمل اللي انت عايزه، اي جمله تقدر تعملها. انت عايز تنقل من جدول لجدول هتقدر تعمل اللي انت عايزه لا، انا بالبروسيجر. اقصد يا باشمهندس، لو انا عندي مثلا في نقطه بيع مثلا في مجموعه اصناف، اقدر اخلي الداتا دي تتسجل جوه البرنامج واخدها مره واحده احطها في التيبل مره واحده، ولا لازم ريكورد يتبعت على لا، اعتبار ان الفاتوره فيها 10 البروسيجر اصناف اللي انت مثلا؟ مجهزها دي ده بيع صنف. انت هتبيع صنف واحد مره واحده. يعني انت لما تيجي تضرب صنف في الباركود مثلا هتضرب كل الاصناف مره واحده؟ مش هتعرف تضرب كل الاصناف مره واحده، هتضرب صنف صنف. فكل صنف انت بتضربه بيروح يسجل على طول في الداتابيز. ده كده صنف صنف. لان انا ببعت في البروسيجر، ببعت هنا ده صنف واحد. اللي انا بعته ده صنف واحد، مش هقدر ابعت 10 اصناف. تمام. شكرا يا باشمهندس. اتفضل فين تحت امرك. تاني يا شباب؟ ايه هندسه، السلام عليكم. معاك السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ناجح اتفضل. اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا تمام. فندم، احنا بنشوف كده لما نكون بنشتري حاجه، الموظف يضرب الباركود ويحط يدخل عدد بايده. مثلا لو هو مثلا بيبيع مثلا 10 قطع، مم.
فبيضرب الباركود وبعد كده هو يدخل 10 او 9. هل دي بتتم هنا؟ بتتم هنا. ما هي بص، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انت عشان تعمل الحركه اللي حضرتك بتقول عليها دي، انا بعمل ايه؟ بضرب الاول، برمي سطر واحد صح كده، وبعد كده بيبقى صحيح. ابديت. ما هو بيرمي سطر، رمى سطر، السطر الاولاني ده اترمى بالبروسيجر، خدت بالك؟ يعني انا النهارده تمام. مثلا رميت 6 صح. تمام. خلينا ناخد مثال عملي على اللي انت بتتكلم فيه. انا النهارده جيت دلوقتي بالبروسيجر، هنخلي دي كده بروسيجر خلاص، وانا رميت في الصنف ده. تعالوا نشوف كده، رميت الصنف ده مثلا انا رميت 6 هو على صنف 7 انا ما اشتغلناش عليه قبل كده. انا رميت 6 عايز ازودهم، فانا هعمل ايه؟ هروح جاي لها هنا الابديت، التريجر بتاع الابديت ده اهو، هشغله لك، لان احنا ما عملناش بروسيجر ابديت. هشغل لك تريجر الابديت ده، هقول لك انيبل. خلاص. تعالوا نشوف بقى احنا لو عملناها مثلا ايه، جينا دلوقتي 6، خلينا نقفل ده هنا الكميه كام، خلينا نقفل ده، وهنا نقفل ده، هجيب لك الكميه والفاتوره اهو. لو انا جيت كده على هنا دلوقتي، هو في كام؟ في 6 صح. تعالى نخليها صحيح. مثلا 7، داس بلس مثلا، او داس ضرب الاوردر تاني خليها 7، وداس كده اهو. هو بالبرنامج هيخليه 7، هو بيزود الكميه صح، خليها 7. تعال نروح كده، بقى كام؟ بقى 7. طب خليه 8، لا سوري، خلى ده 8، الكميه بقت 8. لو انا رحت كده، هو بيخصم هو من المخزن 8. فاذا انا بمجرد ما بعمل هنا الاوردر، بيخصم هو هناك، واخد بالك؟ بيخصم تمام. هناك. وطبعا هنا انا في حته بس احنا مش عاملينها صح، بس انا مش فارق قوي، ان انا التوتال ده ما خلوش ما يتحسبش معايا، هو يتحسب اوتوماتيك. يعني انا بلاش ان انا ادخله بايدي، يعني ما ارميهوش بايدي، ده طبعا مش صح. يعني خليه يحسب اوتوماتيك، عشان هنا عمال ازود في الكميه وسايبه هو كده زي ما عملت في البروسيجر كده. فيفضل ان التوتال ده ما يترميش يتحسب هو. ماشي. كتب في الكود يعني. كده في الكود زي ما عملناه في البروسيجر كده، ده في ده، عشان ما يبقاش متساب كده، عشان ما ده غلط. تمام. جزاك الله. اتفضلوا، اللي عايز يتوكل على الله. خلصت. معلش، انت عايزني ارفع ايه مين؟ اذا كان هعمل شرح في الوورد زمان في كورس اخدته منك، ممكن ارفعه يمكن يفيد. لو في حاجة مفيدة مفيش مشكلة، انا مش فاكر طبعا، بس طبعا لو في اي حاجة مفيدة تفيد اي حد مفيش مشكلة يا استاذ احمد. الناس حبايبنا كلهم يعني. اتفضل. لا مفيش مشكلة، لو كده ناخد، مفيش مشكلة ارفعه. خلاص شباب كده، يا رب تكونوا فهمتوا، ويا رب الموضوع يكون واضح، وهو هيوضح ان شاء الله برضو واحده واحده. يعني مش عايز الناس برضو تبقى قلقانه، بس انا يعني متهيألي النهارده يا استاذ ناجح الدنيا احسن من المره اللي فاتت شويه. يعني كل خطوه بتبقى افضل من اللي قبلها، يعني على الاقل الكود اتكرر تاني، فانت عرفت فهمت اكتر صح، ولا هي 50% لسه واقفين عندها برضو؟ لا النهارده الحمد لله 60. 60. طيب شفت، على اخر الكورس نوصل ل 100%. اتفضل اللي عايز. باذن الله. اتفضل باذن الله ان تعالى. شاء الله. بس هنتعب حضرتك معانا زي ما. لا مفيش حاجه، انا عينيا ليك، وانا بس اهم حاجه ما تزهقوش مني. استاذ حازم اتفضل. بس حضرتك انت اللي ما بتزكش مني أنا. لا مش زهقان، اتفضل تحت امرك. الله يعزك. جزاك الله خير. سؤال بس يا اتفضل باشمهندس يا بعد فندم. إذنك. اللي انا فهمته، انا الجزء الاولاني انا اسف ما كنتش عرفت احضره، جيت متاخر، لكن انا فهمت البروسيجر تمام. كويس يعني. انا اللي فهمته كده ان احنا البروسيجر ده انا اقدر، حضرتك قلت لنا احنا هنيجي في السي شارب وهنبعت المتغيرات اللي هي بتغذي البروسيجر بالظبط. عشان نرن البروسيجر. بالظبط. هنبعت المتغيرات دي از فاليو، بالظبط. وانا لازم ابعت كل المتغيرات ولازم استخدم كل المتغيرات. صح كده. لا مش لو لازم في بروس استخدمهم، لا ثواني. لو انت مش عايز تستخدمهم ممكن نستخدمهم، يعني انا في المرحله الاولانيه مثلا انا سي مش عايز استخدمهم، بس عشان ما اغيرش كود السي شارب تاني انا ببعتهم، بس انا مش هستخدمهم دلوقتي، فممكن ما يعني استخدمش كله، بس لازم يعني تبعت كله. في الانسيرت بتاع البروسيجر مثلا انا ممكن اقول له معلش ممكن حضرتك تفتح البروسيجر اللي احنا حاضر. عاملينه. حاضر. معلش بس الحته دي اللي هتقفل لا معايا عينيا لا الفهم عينيا يعني. تأمرني. اتفضل. اهي البروسيجر اهي، بص دول لازم اه يتبعتوا، الاولانيين دول لازم يتبعتوا ما فيهاش كلام دي. في السي شارب لازم تمام. تبعت
المتغيرات. انا هنا احنا عملنا جمله الانسيرت، قلنا انسيرت انتو وحطينا كل المتغيرات بترتيب ما، اه بس حطينا لها الفاليو بنفس الترتيب. بالظبط كده. اه بس كل المتغيرات ولا ممكن ما لا احطش اختار اللي كله؟ انت عايزه، لا مش لازم كله اللي انت اختار اللي انا عايزه. عايزه. طب اه هل في جمله الابديت بقى اه اقدر اقول له ابديت المتغير الخانه الفلانيه، يعني ابديت بمرجعيه فاليو انا جايبها، يعني اه بمرجعيه رقم فاتوره مثلا اقدر اي اقول حاجه، له ما هو انا عامل ابديت كده. طب ما انا عامل كده بمرجعيه التاريخ ورقم الفاتوره اهو. اهو ابديت التوتال بمرجعيه التاريخ ورقم الفاتوره. انا اقصد بقى في البرنامج المثال اللي الاستاذ ناجح قاله مثال هايل خالص. انا عندي احتمالين دلوقتي، ان انا اغير الكميه وان انا اغير السعر. يعني ماشي، بس هو السعر ده فانا ماشي. يعني هنفترض في صلاحيه مثلا، ان انا اه اقصد فكره الاحتماليه نفسها، ان اه انا ممكن لما ممكن. ضربت بالسكانر، السكانر بعد ما بيضرب بيدوس انتر، الانتر ده بمثابه هو الانسيرت اللي بيشغل البروسيجر اللي تمام بيحط لي الداتا في التيبل. صح كلام. لما اجي اعدل الكميه، انا عندي احتمالين، ان هو اليوزر يعدل الكميه او يعدل السعر. ماشي فالبروسيجر بتاع الابديت بقى في الحاله دي تمام. هيغطي الاحتماليتين ازاي؟ ما انا انا اقول مش لك عارف حاجه، اتخيله انت حط بس. حط الفيلدات اللي انت تغطي معاك. يعني انا ممكن احط هنا مثلا، عامل مثلا شويه، انا ممكن اقول له هنا والله السعر القديم الديل زي ما احنا عملنا قبل كده، اقول له لا انا هبعت لك كمان السعر القديم وابعت لك السعر الجديد وابعت لك الكميه القديمه وابعت لك الكميه الجديده. فانا ممكن ابعت هنا اللي انت عايزه، اللي هو هيوفي معاك تحت، واخد بالك، اللي هيوفي مم. معاك ويخليك تعمل الابديت براحتك. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا عاوزنا ايه المره اللي فاتت في المخزن؟ بعتنا الكميه القديمه، وبعتنا الكميه الجديده عشان اخدت الديليتد وانسرتد، صح؟ فانا هنا صح، ممكن انا اعمل ممكن نفس اخد الكلام. الاثنين اللي ابديت بالظبط الاثنين اصلا حتى لو مش هتتغير يعني، صح. ممكن بالظبط. فانا ممكن هايله اعمل دي. هنا، ممكن ازود برضو الكميه القديمه ابعتها وانا داخل البروسيجر لو انا عايز استخدمها يعني. انا ممكن ابعتها سلكتها وابعتها قبل ما انا وانا برمي البروسيجر، اسلكتها وابعتها. فاهم قصدي؟ لا ابعت ده الجديده وابعت حضرتك، القديمه. ده كده الموضوع كمان بقى اروع، ان انا ممكن في جمله الانسيرت الابديت ابديت كل الفاليوز اللي زي ما هو هيفضل زي ما هو، واللي اتغير هو اللي هيتغير. بالظبط انت مظبوط، يبقى انا برضو. مش محتاج اغطي احتمالات، انا ممكن ابديت كل المتغيرات اصلا ابعتها تاني اه بمرجعيه الاي دي بس. يعني انا ممكن في كود الانسيرت هعمل المرجعيه الاي دي، وهقول له حط كل المتغيرات تاني، اللي اتغير اتغير واللي ما اتغيرش ما اتغيرش. بالظبط ممكن. بس انت في تمام. الحاله دي انت في حاجات محتاج ان انت تابديت الكميات مثلا. فانت الكميات مثلا الجدول التاني، انت الكلام ده في حلو في الجزء بتاع السيل نفسه، السيل باي نفسه. لكن في الكميات مثلا لازم تابديت الكميه، يعني تمسح القديمه وتزود الجديده زي ما اتفقنا. لا انا اقصد ان هيبقى في تريجر مخصوص للانسيرت لما يجي يتنفذ هينسرت. التريجر اللي هو بيحسب الكميات ده بقى ما مش هيبقى شغال كده. ما هي الفكره في كده، انت عايز تعمل صح. ابديت ولا عايز تعمل تريجر؟ ما هو عشان كده انا بديك كل الاحتمالات اللي انت ممكن تستخدمها. انت بقى هتبتدي انت يبقى لو انت التريجر اشيك في الحاله دي، افيد بالظبط. بكتير في حاجات خالص. صح. التريجر هيبقى احسن، صح. وفي حاجات اه، ما البروسيجر هيبقى احسن. في الحكايه يعني دي موضوع الابديت صح ده كده. ابديت السعر، وبعدين انت ممكن تعمل شويه هنا وشويه هنا على فكره. انا عايز اقول لك يعني انت ممكن ايه، ممكن ما تعملش كله هنا في البروسيجر، تعمل شويه في التريجر وشويه في البروسيجر. ما هو الموضوع بايدك انت. يعني انت لقيت الكميات مثلا مش قرابه معاك هنا، مش عاجباك هنا مثلا، خلاص انا اعمل الكميات بروسيجر اعمل لها تريجر، واخد بالك، او اعمل لها اخليه حته يحسب حته. او اخليه يحسب تحت الانسيرت تحت الابديت في نفس التريجر بتاع الابديت، يبقى كده بيحسب في انا الاثنين. بقول لك الموضوع بقى حسب مزاجك. انت دلوقتي فهمت دي وفهمت دي. اه، فانت فهمتها اللي كده تمام هتتحكم، انا زي عايز الفل. لا دي تتعمل بالشكل ده ودي تتعمل لا بالشكل ده. انت بقى هتقسم براحتك بقى، واخد بالك. مظبوط. فانت مظبوط. خلاص انا شكرا يا كده باشمهندس. شرحت لك وفهمتك. انت بقى هتوفق بقى حسب انت احتياجك للشغل. الف شكر يا فهمت؟ باشمهندس. بس يا رب ان شاء الله تكون الموضوع سهل وتكون واضح. بس هي الميزه، خلاصه الكلام بقى ده، يعني خلاصه الكلام، الميزه في ان انت لما تيجي تبعت هتبعت كلمتين. هو ده اجمل ميزه في الاثنين، في التريجر والبروسيجر. انت لما تيجي تخاطب من سي شارب بقى هتبعت يعني 5 متغيرات بس، 10 متغيرات، وخلاص الموضوع خلص على كده. الداتابيس بقى هي اللي هتشتغل. ولو هتسالني انا بقى هقول لك ده بيوفر وقت كتير جدا جدا جدا، ويوفر كود في السي شارب هتشوفه بعد كده كتير جدا جدا جدا. احنا مش محتاجين حاجه نعملها في السي شارب خلاص، واخد بالك. يعني انا عندي، عايز اقول لك انت كده هتبعت كام مره؟ هتبعت مره واحده.
هتعمل كام عمليه بقى؟ شوف هتعمل هنا كام عمليه، وبعدين ده هيبقى اسرع كتير، ده بيوفر ترانزاكشن وبيقلل الشغل على الشبكه. طب هل كده يا باشمهندس يبقى احنا نقلنا عبء سرعه البرنامج على على مايكروسوفت مش علينا احنا؟ بالظبط، على الداتابيز، انت نقلت كل حاجه على يعني الداتابيز. انت عايز عندك داتابيز كبيره وعايز تستخدم بروسيسنج عالي، اشتري الانتربرايز هيأدي معاك انتربرايز، اشتري الستاندرد هيأدي معاك ستاندرد. احنا الموضوع عندنا احنا بره الموضوع ده. بالظبط عبقريه دي. بالظبط، انت كده خلاص، هم الداتابيز اللي هتشتغل، عشان كده بقول لك تشغل الداتابيز. زي ما يقول لك ايه، جري الكوره، ما تجريش انت ورا الكوره، جري الكوره. هي نفس الكلام كده، انت بتجري الداتابيز وهي بتجري معاك، ما بتقولش لا ابدا. صدقوني ما بتقولش لا، لان انا شغال على حاجات فيها ملايين. يعني انا شغلي في ملايين، في شركه الكهرباء في 4 مليون، عندنا 4 مليون تقريبا مشترك او اكتر كمان. فعندنا شغل بشتغل على 4 مليون مره واحده. فاللي انا بقوله لك ده من واقع عملي. الشغل الاول مثلا كان بياخد مثلا تقدر تقول 4 ساعات، لما اشتغلت كده ما بياخدش دقايق، ده اقل من دقايق كمان. في حاجات بروسيجر هنا، انا يعني لو وريتك شويه بروسيجر، مش عارف بس عشان مش عايز ازهقكم. بس دي مثلا سي بروسيجر بتاعت الحسبة مثلا، دي بروسيجر حسبة الإيصالات مثلا على سبيل السرعة. بص بص عاملة ازاي، شايف انت الكلام المكتوب ده دي بروسيجر يا شباب، محدش يقلق. شايفين البروسيجر عاملة ازاي، انسيرت وانسيرت 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 وانسيرت، وهنا ديكلير بعرف متغيرات وبجيب بسحب داتا وابديت ابديت 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 ابديت. كل ده بروسيجر وراوند، شايفين؟ بس دي بروسيجر خلاص. يعني انت بتقول له شغل رن البروسيجر، بص بقى البروسيجر بتاخد متغيرات ايه، شكلها عامله ازاي في الاول. هندسه دي هندسه. مفيش متغيرات، ما بتاخدش متغيرات اصلا، ما بديهاش متغيرات، هي فاضيه. يعني انا ما ببعتش متغيرات، بقول له اكسكيوت في البرنامج. ايه في البرنامج بقول له ممكن. ايه، اكسكيوت بروسيجر سيجمنت انفو بس. السي شارب بقول له كده بس. انتوا متخيلين بقول له ايه؟ بص هو بيعمل ايه بقى، شايفين بيعمل ايه؟ هو القصه ان انت بتشغل البروسيجر، بتشغل الداتابيز. الداتابيز لما بتشتغل خلاص انت كده انسى، انت البرنامج مش متوقف عليه. وبعدين في نقطه مهمه قوي، ان انتوا كده موضوع الشبكه اللوكال قول مش هيفرق قوي، لكن لما انت تكون بتشتغل من مكان لمكان بعيد، انت مش محتاج تعمل عمليات كتير عشان حجم الترانزاكشن. وانت عارف الاتصالات برضو في مصر ربنا يديهم الصحه يعني، الموضوع الشبكه ما تحملش عليها. انت كده شلت عامل الشبكه، او شلت عامل اللي هو الحركه بتاعت الشبكه، حطيته على جنب، لان انت بتبعت مره واحده بس، والداتا بيز بتشتغل. انا عايز اديك مثال، ان انت ممكن تعمل مثلا انسيرت هنا، وتعمل هنا ابديت وابديت. لو انت شغال بالسي شارب، انت هتبعتهم على كام مره، على 3 مرات. هل مش معرض ان انت الباكج تقع منك؟ معرض ان انت الباكج واحده منهم تقع. ينفع انت مثلا بتعمل انسيرت هنا ويقع منك الابديت؟ هل ده كلام منطقي؟ ما ينفعش طبعا، صح؟ انا بابديت اجمالي او بابديت حاجه، فلو بعتهم على ثلاث حاجات ممكن واحده فيهم تقع، او يحصل وقع في الاتصال، يبوظ لي المخزن ويبوظ لي الشغل كله. لكن لما ببعت بروسيجر، انا خلاص البروسيجر دي وصلت، بمجرد ما وصلت ضفتت لي على كله. فمين الميزه كمان اللي في البروسيجر؟ انا كده خلصت يا شباب، لو حد عنده اي سؤال بقى. انا عارف ان الناس خلاص روحت، في ناس نامت، بس ايه، انا والله بحاول اقول كل اللي اقدر عليه. حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ اه المناقشه مسجله اهو، كل ده مسجل، ما تخافوش. ماشي يا شباب، اشوفكم بقى على خير المحاضره الجايه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.